خليني اقول لكم ان ده اعلى مسلسل حاليا في المشاهدة في كوريا، مع ان بصراحة اول ما اتكلموا عن القصة بتاعته والابطال بالذات البطلة قلت المسلسل ده هيفشل بس صدمني بصراحة بحجم كمية الناس اللي بيتابعوه في كوريا وكمان عالميا. فيلا اقول لكم دلوقتي قصته بتتكلم عن ايه، ولكن قبل ما نبدأ متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان نوصل 2 مليون بقى. وبس كده يلا بينا نبتدي. بيبدأ مسلسلنا سنة 1997 وبنشوف لقاء تلفزيوني معمول لشركة اسمها تيبون للتجارة، وده بسبب نجاحها لمدة 26 سنة في مجال الاستيراد ودورها الكبير في المساهمة في الاقتصاد الكوري طبعا. ولما المدير التنفيذي للشركة اللي اسمه كانج بيتسأل عن سبب نجاحه ده بيقول ان السبب هو عيلة تيبون، لانه مش بيعتبر اللي بيشتغلوا معاه موظفين، هم عيلته بجد. وخلينا نتعرف بقى على العيلة دي اللي بتتكون من سيون ودي مسؤولة الحسابات في الشركة، وكو المشرف وده مسؤول المبيعات والصفقات، وبي وده المسؤول عن خدمة العملاء والفاكسات واي تواصل بين الشركة والشركات التانية. اما جوان بقى فده يبقى المدير واقدم واحد في الشركة دي، ولكن كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، وهي ان اهم حاجة واحدة في الشركة كلها هي امينة الخزنة، واللي برغم صعوبة شغلها واهميته ولكنها بتبقى متعاونة معاهم كلهم، والشغل والشركة اهم حاجة في حياتها. بس خلينا بقى نسيب الشركة دي دلوقتي وبنروح لمكان للسهر كده بيتجمع فيه ولاد الناس الاغنياء اللي بيعتمدوا على فلوس اهاليهم ومش شايلين طبعا اي مسؤولية، وبيبقى فيه مذيع بيعمل لقاء مع الشباب دول، وهو نفس المذيع اللي كان بيعمل لقاء مع شركة تيبون. وبنشوف واحد من ولاد الناس الاغنياء ده وبيبقى اسمه بونج، وبيبقى سابغ كده خصل من شعره باللون الذهبي ولابس قميص من براند ارماني الايطالي، وبنعرف ان بونج ده يبقى اشهر واغنى شاب في المكان كله، واللحظة اللي بيدخل فيها مع شلته بتبقى بداية السهرة ولا يعني دخلة الاف 4. المهم يعني في اليوم ده غصب عنه بدل ما يدخل الاوضة اللي شلته فيها بيدخل اوضة غلط، وبيبقى بقى في الاوضة دي بنت اسمها ريم، والمفروض انها بتحبه قوي فبتجري عليه وبتحضنه وبتطلب منه يقعد معاهم بقى. وبيبقى صاحب الحفلة اللي في الأوضة دي واللي ريم كانت قاعدة معاه أصلا اسمه جون، واللي حصل ده بيخليه يرمي كل الأكل اللي على الترابيزة، وبيقول إن ده أسلوب بونج دايما، ولو هو فاكر إنه هيسيبه يمشي بعد ما بوظ حفلته يبقى غلطان. وبنعرف إن بونج وجون مش بيطيقوا بعض وبينهم مشاكل كتيرة قوي. المهم إن بونج بكل هدوء بيقول إنه آسف وإنه هيدفع تمن الأكل اللي هو رماه، ولكن فجأة جون بيرمي كوباية على بونج، بس لحسن الحظ إن بونج بيوطي والكوباية بتتكسر في الحيطة اللي وراه وبيتخدش بس في وشه، فبتتحول وقتها نبرته لنبرة كلها جد، وبيقول انهم كده متصافين وبيبقى عايز يمشي بقى من الأوضة. بس برضه جون ده بيقوم لبونج وبيبقى عايز مشاكل اكتر، وبيقوله انه واد مغرور وعارف حركاته دي كلها، فبونج بيقرر يمشي من غير ما يعبره. ولكن بيدخل شاب بيشتغل في مكان السهر ده وبيسأل جون يخدمه ازاي، فبينزل جون عليه ضرب من غير رحمة. ولما بونج بيشوف المنظر ده بيتعصب بقى وبيوقف جون وبيقول للشاب ده يمشي هو، وبيلف بعد كده ظهره علشان يمشي هو كمان. بس جون مش بيمسك نفسه وبيسحب كرسي وبيضرب بيه بونج على دماغه، واللي من شدة الضربة بتنزف دم. وفي اللحظة دي بقى مو أقرب صحاب بونج بيقول لصحاب جون إنه صاحبهم وقع في مشكلة كبيرة، وده مش علشان جون ضرب بونج ولا إنه افترى على عامل ملوش ذنب، ولكنه علشان خلاه ينزف والدم بهدل قميصه اللي من الماركة غالية. وبيدي بعد كده بونج جون بالرجل وبيرميه على الأرض، ودي بتبقى الإشارة اللي مو بيبدأ فيها هو كمان ضرب في صحاب جون، والأوضة بتتقلب لساحة حرب. ولأن جون وصحابه عددهم كبير قوي فبيضطر بونج ومو يضربوا وهم بيجروا، بس ده بيخليهم يكسروا حاجات كتير في المكان اللي هم فيه ده. والشرطة بقى بتيجي وبتقبض على بونج ومو وجون، ولما بتوصل مامة مو بتفضل تهزق في ابنها وتضربه كمان. بس رد فعل مامة بونج بقى عكس ده تماما، لأنها بتبقى قلقانة بس على ابنها وباين إنها مدلعاه وكل اللي راعبها هو الدم البسيط اللي نازل منه ده. فبتقول لها مامة مو تنشف شوية بقى لأنهم مسؤولين عن تربية الاتنين دول، وبتنزل هي ضرب في بونج لحد بقى ما بيجي ظابط وبيهديهم وبيقول لمامة مو بونج ان المكان اللي ولادهم كانوا سهرانين فيه رافع عليهم قضية علشان الاضرار وتلف الممتلكات اللي عملوه. بس في اللحظة دي بيتدخل بابا بونج وبنعرف انه كانج المدير التنفيذي لشركة تيبون، وده بيفسر ليه بونج اغنى واشهر شاب في صحابه. المهم ان كانج بيفاجئهم وبيرفض تماما يعمل تسوية مع المكان اللي ابنه بوظه، وبيبقى عايز ابنه يسترجل شوية ويتعاقب بقى علشان يعقل كده ويتحمل المسؤولية. ولكن في الوقت ده بيتدخل بابا جون في الكلام وبنعرف انه رجل اعمال كبير قوي اسمه بيو صاحب شركة بيو، وبرضه بتبقى في مجال الاستيراد، يعني هو وكانج يعرفوا بعض اكيد. المهم ان بيو بيقول لكانج ان دي مشكلة صغيرة وهو هيتكفل بكل حاجة ومش لازم يعمل كده في ابنه، فبيشكره كانج بشكل مبالغ فيه. ولما بيخرج بيو من مركز الشرطة بيجري كانج وراه وبيقول له يا ريت ما يتدخلش في مواضيع ولادهم في الشغل وينسى الفلوس اللي طلب يستلفها منه. فبيقول له بيو انه خبيث الصراحة وبيستغل الامور لصالحه، فبيضحك
كانج وهو مكسوف وبيجري يفتح له باب العربية. وطبعا كانج بيهزق بونج وبيقول له انه ما يتشرفش بيه لانه شاب ما عندوش اخلاق ولا اي احساس بالمسؤولية. فوقتها التاني بيضحك له بكل استفزاز وبيقول له انه عايز فلوس، فبيضربه بقى بابا بالقلم، وبتبقى دي اول مرة يضربوا فيها في حياته كلها. فبيمشي بونج وهو مصدوم لحد ما بيروح المشتل بتاعه، وبنعرف انه عنده مشتل ورد لان اكتر حاجة بونج بيحبها هي الورد، وبيبقى شاطر جدا في زراعته. وبينسى بقى بونج الوقت في المشتل بتاعه وبيخرج منه تاني يوم الصبح، ولكن وهو راجع البيت بياخد لمامته بوكيه ورد من اللي هو زرعه، ولانه كان سهران طول الليل فبيبقى عمال ينام على نفسه لحد ما بيقع على بنت. وبنعرف ان البنت دي هي امينة الخزنة اللي في شركة باباه، فبيتأسف لها وبيركبوا سوا المترو، وبتفضل تراقب في بونج اللي بيبقى وسيم قوي ولكنه متبهدل وشايل بوكيه ورد وبينام على نفسه كده بشكل الصراحة يضحك، وحالته يعني مش مترتبة ابدا. المهم بتروح على الشركة وبتفتحها بنفسها، وبيرجع بونج بيته بعد ما بيدي مامته الورد وبيدخل ينام. فبيدخل كانج لأوضة ابنه وبيبقى عايز يتأسف له على اللي عمله معاه، ولكنه لما بيلاقيه نايم بيغطيه وبيخرج بقى. وبيروح بعدها للشركة وبيدي موظفينه مكافأة، وده بسبب انهم حققوا مبيعات ضخمة في صفقة لسه مخلصينها، وده اللي بيبقى مخلي كانج محبوب قوي في شركته. بس بنعرف بقى ان في صفقة تانية عايز يخلصها، وبتبقى صفقة قماش غالي من ايطاليا، ولكن الموضوع هيبقى فيه مخاطرة شويتين لانهم هيضطروا يدفعوا اخر فلوس معاهم في الشركة لانها بتبقى صفقة ضخمة، ولو حصلت اي حاجة غلط هيخسروا كل الفلوس دي، وبيبقى محتاج طبعا وقت يفكر هو والموظفين. وبالليل بقى بترجع بيتها، وبنعرف انها ساكنة في بيت بسيط قوي في مكان ابسط منه، وبنعرف انها يتيمة واكبر واحدة في اخواتها، وبيبقى عندها اخت اسمها ميهو واخ اسمه بوم، وجدتهم بتبقى عايشة معاهم ولكنها مصابة بالخرف، وده بيخليها تنسى حاجات مهمة كتير زي سنها وان جوزها وابنها ماتوا اصلا. وتاني يوم بيقرر كانج يمضي على عقد الصفقة الجديدة ويشتري القماش الايطالي. وفي اليوم ده بونج بيبقى قاعد مع شلته، وبيعرف ان سونج صاحبهم هرب هو وعيلته من البلد، وده لان عيلته فلست وبقى عليه ديون كتير مش عارف يسددها. فبيزعل بونج قوي وبيجري على بيت سونج، وفعلا بيلاقي اللي سمعه صح ومحدش في البيت. بس بقى لما بيبص وراه بيلاقي واحد شبه سونج جاي كده من اخر الشارع، فبيجري بونج وراه لحد ما بيمسكه وبيبقى فعلا سونج. فبيهديه بونج كده وبيقول له يجي معاه ياكله ويحكي له كل حاجه. فسونج بيبعده عنه وبيقول له يمشي لان لو حد شافه معاه هيحصل له مشكله. بس بونج فعلا بيبقى قلقان بجد على صاحبه وبيقول له انه مش مهتم. فبيقول له سونج وقتها ما يثقش في حد لان اللي حصل لعيلته كان بسبب ثقتهم في الناس. فبيطلع بونج محفظته وبياخد منها البطاقه وبيديها لسونج بكل الفلوس اللي فيها، وكمان بيقلع سلاسله وساعته وكل المجوهرات اللي بيبقى لابسها، وبيطلب منه يخلي باله على نفسه بس. فبيشكره سونج وبيقول له انهم اكيد هيتقابلوا قريب. وتاني يوم بقى كانج بيروح لموظفينه وبيعرفهم انه للاسف مش هيقدر يقبضهم الشهر ده، او بمعنى اصح لحد اجل غير مسمى، لان في شويه يعني مشاكل في شغلهم. فموظفينه بيهدوه رغم زعلهم ده وبيقولوا له ان هم معاه ومش قلقانين من حاجه. ولكن بعد شويه بيسمعوا صوت كانج بيتألم في مكتبه وبيقع على الارض كمان، فبيجروا عليه وبينقلوه للمستشفى. وبنشوف بونج وقتها وهو بيجري هناك بعد ما عرف الخبر ده، وبيلاقي مامته عماله تعيط فبيحاول يهديها، وبيعرفوا ان كانج كان مضغوط قوي في شغله والهموم مأثره عليه. وتاني يوم الدكتور بيبلغ بونج ان حاله باباه استقرت شويه ولكنه محتاج يرتاح شويه في المستشفى ولازم يبقى في متابعه وحد جنبه. فبيقرر بونج يفضل مع باباه، ولكن بتجيله مكالمه من واحد من شلته وبيعرفوا ان جون ماسكهم هو واصحابه وبيضربهم ومحتاجينه. فبيغلط بونج اكبر غلطه في حياته وبيروح يسيب رقم جهاز الارسال بتاعه مع الممرضه وبيقول لها لو حصلت حاجه تتصل بيه. ولما بونج بيمشي من المستشفى وبتكون طالعه لباباه باكل، ولما بتلاقيه نايم بتبقى عايزه تمشي ولكنه بيناديها وبيقول لها تقرب منه، وبيقول لها توصل رساله لبونج ابنه، وهنبقى نعرف الرساله دي بعدين. المهم بقى خلينا نروح لبونج اللي بيكتشف ان صاحبه اللي كلمه ده كان عامل فيه مقلب، وبيقول له ان جون اتحايل عليه كتير وبيقول انه كان عامل له مفاجاه، وفعلا جون كان عايز يجيبه علشان يتريق عليه شويه، وبيقول له انه لسه واصل له خبر بافلاس باباه وقريب هيهرب زي صاحبهم سونج. ففجاه بونج بيلاقي مو بيزعق له وبيساله هو ليه ما بيردش على جهاز الارسال بتاعه، وبيقول له يجري على المستشفى لباباه، ولان الطريق زحمه فبياخدها بونج جري فعلا لحد ما بيوصل لهناك. ولكن للاسف بيوصل متاخر لانه بيشوف جثه باباه خارجه من القسم اللي كان فيه، وبيلاقي بونج مامته جايه عليه بتعيط وبتقول له ليه ساب باباه ومشي برغم انه عارف انه كان تعبان، وبتقول له انه كان بس عايز يشوفه قبل ما يموت ولكنه ملحقش. وطبعا بقى ده بيبقى خبر وحش جدا لكل اللي في شركه تيبون، وبيبقى بونج حاسس بذنب قوي انه ما كانش مع باباه في اخر لحظاته دي بسبب بس صحابه وحياتهم الفاسده، والوحيد اللي كان واقف جنب بونج في ازمته هو مو اقرب صحابه. وفي اول يوم بقى جنازه لكانج بيجي 2 وبيبقوا
عايزين ياخدوا صندوق التبرعات بتاع الجنازة، فبيمسك مو في الصندوق ومش بيبقى عايز يدي ليهم، وبتحصل مشكلة كبيرة لحد ما بيتدخل رئيس الاتنين دول واللي بيكون اسمه تشوي، وبيقول لبونج ان باباه كان عليه فلوس ليه وما سددهاش، وبسببه شركته دلوقتي بتمر بأزمة وفلوس التبرعات دي بتبقى فلوسه. فبيقول لهم بونج يسيبوا له الفلوس لانه اكيد يائس لدرجة انه ما احترمش ان زميله في الشغل مات وجاي في اول يوم جنازة علشان ياخد فلوس تبرعاته. فبيدخل عليهم بيو بقى واللي وجوده بس بيخليهم كلهم يسكتوا، وبيسيب لبونج ظرف مليان فلوس وبيقدم التحية لكانج. ولكن مش بتبقى مرتاحة ليه لان لما كانت عند كانج قبل ما يموت شافت بيو ده داخل اوضته، وبنعرف ان فعلا بيو كان عنده وكان عمال يسأله على مكان حاجة وهو خايف وشكلها كده حاجة مهمة، ولكن كانج ما كانش في وعيه علشان يجاوبه اصلا. وبنعرف ان سبب افلاس كانج هو ان كوريا حصل لها تدهور اقتصادي كبير واضطرت تاخد قروض من صندوق النقد الدولي، واغلب الشركات صفقاتها باظت بسبب ان العملات وقعت، وشركة تيبون للاسف كانت في نص صفقة مهمة وبسبب اللي حصل فلوسهم كلها ضاعت. وبنعرف البلد كلها بقى في ظروف صعبة قوي لدرجة ان البنوك بدأت تسرح عمالها، ومامة مو بقت واحدة من ضحايا الاقتصاد، والبنك اللي كانت شغالة فيه سرحها. وبونج بيبقى المفروض بقى يروح ياخد حاجة باباه من الشركة، ولكن مش بيبقى عارف يلبس وهو رايح حتى، فبينصحوا مو يلبس بدلة، بس علشان بونج ما عندوش بدلة رسمية فبيلبس بدلة عصرية شوية بتخلي كل اللي في الشركة يتريقوا عليه. فبتسأله هو ايه اللي جابه، فبيقول لها بونج انه جاي ياخد حاجة باباه من مكتبه. وبيبقى بونج قاعد في مكتب باباه وحاسس انه زعلان قوي، ولكن فجأة تشوي بيدخل الشركة هو ورجالته، وبيبقى عمال يزعق وعايز يعمل مشاكل قوي بسبب انه عايز ياخد الفلوس بتاعته، وبيفضل يسأل عن المدير التنفيذي الجديد المسؤول بعد كانج. فبيطلع بونج وبيقول انه ابنه وانه موظف في الشركة دي من اليوم ده. فبيدخل تشوي يقلب شوية في مكتب كانج لحد ما بيطلع عقد ايجار المكتب اللي الشركة فيه، وبيقول لبونج انه لو عايز عقد الايجار ده يجي ياخده منه، ولكن وهو بيديله فلوسه وبيسيبهم وبيمشي. وبما ان بونج كده كان بيكذب لازم توظفه بشكل رسمي، وبتاخد بقى سجل وظيفي علشان يملاه. وبيبقى بونج طبعا ما عندوش اي خبرة في حياته، حتى لما بتقوله يكتب مؤهلاته بيقول انه معاه الحزام الاسود في الكاراتيه، فبتبقى مصدومة من الشخصية دي. المهم بالليل بيرجع بحاجة باباه للبيت وبيلاقي مامته قافلة انوار الشقة كلها ومولعة بس شمعة، وده علشان توفر كهرباء لان مش معاهم فلوس. فبياخد بونج باله ان مامته شايلة سلك التليفون من الكهرباء كمان، فبيحطه من غير تفكير، ومامته بتحاول تمنعه، بس اول ما بيوصل التليفون بيلاقيه بيرن، فبيرد واول حاجة بيسمعها هي شتيمة ليه هو واهله وبيتهموهم بانهم حرامية. وبتبقى مامة بونج مش عايزة ابنها يسمع اللي سمعه ده، ولكن بونج بيهديها وبيقول لها ان بينه وبين صحابه بيشتموا باكتر من كده بكتير، ولان بقى الكهرباء مفصولة في نظام التدفئة برضه بيبقى مقفول، وبيضطروا هما الاتنين يحضنوا بعض ويتدفوا بنار الشمعة. وبسبب الظروف اللي فيها بنشوفها وهي بتحرق كتبها في النار، وبنعرف انها كانت بتجهز لاختبار دخول الكلية. فبتشوفها ميهو وبتفضل تعيط لما بتعرف ان اختها قررت تنسحب من الاختبارات بعد كل التعب اللي تعبته ده، وده بسبب حالتهم المادية. وبنروح بقى البونج اللي لما بيلاقي نفسه مش عارف ينام بيروح لشركة باباه وبيقعد في مكتبه شوية، وبيشوف بقى صور باباه سايبها على المكتب، وبتبقى صورة عائلية ليهم لما كان بونج صغير. فبيمسك كده الصورة دي وبيكلم باباه وبيقول له انه من وقت ما سابهم وحياتهم اتشقلبت، ولكن بيحس بونج ان في حاجة في ظهر الصورة، وفعلا بيلاقي مفتاح غريب، ولان باباه شايل المفتاح بشكل سري كده يبقى اكيد ده مفتاح خزنة فيها فلوس مثلا. فبيقلب بونج المكتب لحد ما بيعرف ان ده مفتاح دولاب صغير، ولما بيفتح الدولاب ده بيلاقي جواه خزنة ورقمها السري مكون من 4 أرقام. فبيجري على مو وبيحكي له اللي حصل، فمو بينصحه ما يقولش لحد لان اكيد في فلوس في الخزنة دي او حتى ذهب. وتاني يوم بقى بيروح للشركة كموظف عادي، ولكن بيحس نفسه تافه قوي وهو قاعد بيعمل مراكب من الورق، وكل اللي حواليه بيحسبوا فلوس وشغالين بكل تركيز. وبنعرف انهم لسه شغالين على صفقة القماش اللي كان جمات قبل ما يخلصوها دي. المهم ان بونج بيسألهم هل الشركة دي ليها 4 أرقام مميزين، وبيبقى سؤال غريب قوي الصراحة بيخليهم ما يردوش اصلا. ولكن بعد شوية وبتقول لبونج ان في 4 أرقام مهمين للشركة وهم 2072. فبيسألها بونج ليه دول يعني، فبتقول ان بابا كان نفسه يأسس شركة تدوم 100 سنة، والسنة ال100 لشركة تيبون هتبقى لسنة 2072، يبقى 2072. فبيروح بعدها للخزنة وبيكتب الأرقام دي، وفعلا الخزنة بتتفتح وبيبقى منبهر من ذكائه. بس في الحقيقة بقى مش بيلاقي في الخزنة دي غير شوية ورق ومجموعة حسابات توفير، وبيعرف ان بابا كان عامل لكل موظف حساب توفير شايل له فلوس فيها. بس الغريب ان بونج بيلاقي حساب توفير باسمه وسط الحسابات دي، وبيلاقي مع الحساب صورة ليه هو وباباه وكمان رسالة. المهم تاني يوم بيروح بونج وبيطلب منها تعلمه شغلانتهم لانه عايز يهتم اكتر بشركة باباه من بعده. فبتقول له انها موافقة
بتعلمه، وبتعرفه كمان انها كانت مع باباه قبل ما يموت على طول، وقال لها ان بونج هيبقى هو سبب نجاح الشركة، وهي دلوقتي فهمت ليه هو بيقول كده. فبيتأثر قوي وبيشكرها على انها وصلت له اخر كلمة قالها، وبيسيبها بقى وبيمشي. ولكن بيقعد كده لوحده وبيطلع الرسالة بتاعت حساب التوفير، وبنعرف ان باباه قايل له فيها ان دي فلوس محوشها له من وهو طفل علشان يحقق حلمه. فبينهار يا عيني من العياط، وبيقول لباباه انه وحشه قوي. وبعد كام يوم بقى بيدخل بونج الشركة وبيخلي كل اللي فيها مصدومين، لانه بيكون رجع شعره كله اسود من تاني، ولبس بدلة كده شكلها محترم، وفعلا بقى موظف في شركة. وبيعرف بونج بعد كده ان كو رايح لشركة اسمها داي بانج، ودول اللي هيبيعوا ليهم القماش الايطالي اللي استوردوه. فبيقول له انه هيروح معاه، وده لانه عايز يتعلم منه. فبيروحوا هما الاتنين ومعاهم لانها المسؤولة عن الخزينة وهي اللي هتمضي على العقد. بس قبل ما يروحوا لداي بانج بيروحوا الاول للمينا وبيستلموا شحنة القماش، وبيسلم كو على بيك، وده اللي هيبقى مسؤول عن نقل الشحنة لشركة داي بانج. وبيعرفوا كو على بونج كمان، وبصوت واطي كده بيقول له ما يدلوش اهتمام قوي لانه مش هيقدر يستحمل شغلانتهم اصلا وهيسيبها. فبيكسفوا بيك وبيقول له ان ملوش حق يحكم على الناس، وبيسلم على بونج وبيقول له ان هو وباباه كانوا صحاب قوي وكان في بينهم شغل كتير جدا، وبينصحه يخلي عنده صبر علشان يقدر يكمل في المجال بتاعهم ده. وبتركب مع بونج علشان يروحوا للشركة، ولما بيوصلوا بيعرفوا ان الشحنة اتأخرت وهما وصلوا قبلهم. فبيدخلوا هما الاتنين لشركة داي بانج وبيقابلوا مدير الشركة اللي بيطلب منهم يستنوه لحد ما يجيب الختم ويجي علشان يمضوا العقد. ولكن بونج بيلاحظ حاجة، وهي ان اسلاك التليفونات مفصولة، وكمان كل سجلات الشركة مش موجودة، وده شيء غريب يعني الشركة بقالها 30 سنة. ده غير ان الكهرباء مفصولة وكل الموظفين قاعدين لابسين جواكت علشان نظام التدفئة مفصول. فبيفتكر بونج حاله هو ومامته، وبيعرف ان الشركة دي بتمر بأزمة، ولو مضوا العقد ده هيتنصب عليهم في الصفقة ومش هياخدوا فلوس اصلا. فبيقول بونج ما تمديش العقد ابدا، وبيطلب منها تثق فيه وبس. وبيطلع يجري على الشارع، وحتى مش بيركب العربية، وده علشان يضمن انه يوقف شحنة القماش قبل ما توصل للشركة. وفعلا بيقف قدام اول عربية نقل فيها القماش، وبيضطر يخليهم كلهم يقفوا. فبينزل كوبي يزعقله وبيقول له يعديهم بقى علشان يخلصوا الصفقة دي. ولكن بونج بيقول له ان في حاجة غريبة في شركة دايبانج دي ومش هينفع يبيعوا ليهم القماش. فكوبي يتريق على بونج وبيقول له انه مش هيجي يعلمه شغله، وبيطلب من بيك اللي سايق اول عربية نقل يدوسكوا اصلا لو ما سمح لهمش يعني يعدوا. ولكن في الوقت ده بنروح اللي بتلاقي موظفين عاملين ثورة بره الشركة، وده بسبب فصلهم بشكل تعسفي لان الشركة فلست فعلا ومش عايزين يدوهم مستحقاتهم. فبتجري على الطريق هي كمان لحد ما بتلاقي بونج نايم على الارض وبيحاول يمنع الشحنة انها توصل. فبتوقفهم هي كمان وبتعرفهم ان الشركة فعلا فلست، وكلام بونج صح. وبيعرفوا كده ان مدير الشركة كان عايز يمضي العقد وياخد القماش ويهرب من غير ما يديهم فلوس، وعلشان الشحنة دي مش هينفع تفضل في عربيات بيك ورجالته، فبيبقوا لازم يتصرفوا في مخزن يشيلوا فيه القماش. بس للاسف بقى لا بيبقى معاهم فلوس ولا عندهم فرصة ياخدوا كارد، فبيضطر بيك يرملهم القماش في المينا ويتصرفوا هم بقى. ولكن بيعرف بونج من بيك ان ده غصب عنه هو ورجالته، لان اغلب اللي شغالين في نقل الشحنات قعدوا في بيتهم من غير شغل، حتى بدليل ان الجراج بتاع المينا فاضي. فبتيجي فكرة لبونج، وهي انه يسيب الشحنة دي في الجراج لحد ما يلاقوا مخزن. وبيتصل فعلا بمو اللي بيجيله على طول علشان يساعده في ترتيب الأقمشة اللي بتبقى تقيلة قوي وكميتها كبيرة، وعلشان دي كل الفلوس اللي شركته بتملكها، فبيقرر بونج يبات جنب القماش لحد الصبح يعني علشان يحرسه. وتاني يوم بقى كو وجوان بيروحوا للمينا، وبيتصدموا يا عيني من منظر بونج اللي بيبقى متجمد بسبب قعدته طول الليل قدام البحر. فبيشكروه الاول على تعبه، وبيقولوا له ان في واحد عرض عليهم المساعدة وبياخدوه علشان يروحوا للواحد ده. وبنعرف بقى ان بيو هو اللي قدر يظبط لهم مخزن يشيلوا فيه البضاعة، وبيقول لهم ان دي مساعدة بسيطة ليهم. وبيروح بعد كده مساعد بيو معاهم وبيوريهم المخزن اللي بتبقى حالته وحشة جدا، وحتى السقف بيبقى مخروم، ولكنهم بيبقوا مضطرين يقبلوا بيه علشان ده كل اللي يقدروا يتصرفوا فيه. وبيمضوا العقد اللي معاه واللي بيقول ان هم مأجرين المخزن من شركة بيو. وبتلاحظ وقتها ان بونج فعلا اتغير، وده لما بيفضل سهران معاها لوقت متأخر بيخلص في شغلهم. فبيعرض عليها بونج بقى يروحها لحد بيتها علشان الوقت وكده يعني، فبتوافق. وبيشوف بونج وقتها المكان اللي عايشة فيه، وبيعرف ان حالتها مش احسن حاجة. المهم لما بيوصلوا بيشكرها بونج على مساعدتها دايما. وبنعرف ان لما بونج طلب منها تعلمه وهي وافقت، بدأت معاه على طول من تاني يوم، وشرحت له يعتبر كل حاجة بالتفصيل في مجال الاستيراد، ومن غيرها ما كانش هيعرف يبدأ منين. اما ميهو بقى اختها فبتكون قررت تشتغل في مول، وبتبقى شغلانتها بسيطة قوي، وهي انها تركب الاسانسير وتطلع الناس وتنزلهم. وبنروح بقى لشركة تيبون، وبنعرف انهم في مشكلة بسبب القماش اللي اشتروه بكل فلوسهم دي، ومش عارفين اصلا يبيعوه لمين. فبيتصل وقتها بونج بكل الشركات اللي باباه كان بيتعامل معاهم قبل كده، وبيعرض عليهم القماش، ولكن
ولكن كلهم بيرفضوا او يعني بيعلنوا افلاسهم، لحد ما بيتصل بونج بواحده اسمها ران، ودي اشهر سيده اعمال في بوسان. المهم لما بيعرض عليها نوع القماش بتقول له انها ما بقتش تشتغل فيه، وبتتاسف له على موت باباه، وبتقول له انها ما قدرتش تيجي، وبتطلب منه يجي يزور بوسان علشان تقابله شخصيا. ولكن بتقترح عليهم يرجعوا القماش للشركه الايطاليه، وبتقول لهم ان في العقد في بند بيقول انهم لو رجعوا القماش هيدفعوا 15% من سعر الصفقه، وبسبب ان سعر صرف الوون الكوري اتغير فكده هيقدروا يحققوا ربح حتى لو رجعوها ودفعوا ال 15%. فبيتواصلوا بقى مع الشركه الايطاليه واللي بتقول انها مقدره اللي حصل في الاقتصاد الكوري وموافقين يرجعوا القماش تاني بسعر الصرف الجديد، وكلهم بيبقوا مبسوطين قوي لان دي اول فلوس تدخل للشركه من بعد موت كانج. وبنعرف بقى ان مامة مو فتحت مطعم فراخ مقليه باخر فلوس معاها، بما انها يعني خسرت شغلها وبالمره تشغل ابنها فيه. ولكن في اليوم ده الدنيا بتمطر جامد، وطبعا دي بتبقى مصيبه لان المطره هتتسرب لجوه المخزن وتبوظ القماش. فبيجري بونج على المخزن وبيلاقوا هناك وبتساعده في انهم يغطوا القماش، وبيبقى طبعا يا عيني الموضوع صعب عليهم قوي لانهم لوحدهم، ولكن بيجي الباقي وبيساعدوا، وبيفضلوا بقى سهرانين لحد الصبح مع بعض ومش بيرتاحوا غير لما المطره بتقف. وكاحتفال بنجاحهم ده بيروحوا يفطروا سوا، وبعد ما بيخلصوا اكل بيرجعوا للمخزن تاني، ولكنهم بيلاقوا عمال جايين بيشيلوا القماش بتاعهم، وبيلاقوا ها مساعد بيو واقف معاهم، فبيسالوه هو بينيل ايه، فبيقول لهم ان القماش ده بقى بتاع شركه بيو خلاص، وبيفضل يضحك وبيوريهم في العقد اللي مضوه ان في بند صغير قوي بيقول ان فتره التخزين اخرها 72 ساعه، يعني 3 ايام، ولو عدوا ال3 ايام بساعه واحده بضاعتهم هتتصادر. فبيروح بونج لبيو وبيقدر يدخل لمكتبه بالعافيه، وبيلاقي جون قاعد جوه وشمتان فيه، وبيسال بونج بيو هو ليه عمل فيه كده، فبيهزقه الاول وبيقول له انه محتاج يتعلم الادب علشان بعد كده ما يقتحمش مكتب مدير شركه. فبيقول له بونج انه اسف ولكن اللي مكتوب في العقد ده مش طبيعي لان كده معناه انه نصب عليهم. فبيقول له بيو بكل برود انه مش مسؤول الصراحه عن غباء موظفينه واهمالهم في مراجعه العقد، ومحدش قال لهم يثقوا فيه لانه مجرد رجل اعمال شاف صفقه كسبانه وقرر يستغلها. وبيطلب بعد كده الامن البونج وبيخليهم يطردوا بره الشركه. وتاني يوم بونج بيلاقي كل اللي في الشركه مقدمين الاستقاله وبيلموا حاجتهم علشان يمشوا بقى، لان خلاص عمليه النصب دي كانت اخر ضربه للشركه ومش هتقوم منها. بس بونج ما كانش عايز يقع بالسهوله دي، وبالليل بيروح لقوه عند بيتها وبيعرفها انه راح لمكتب الضرايب وبشكل رسمي بقى المدير التنفيذي الجديد للشركه، ولان لا عنده موظفين ولا فلوس علشان يقبضهم بيقرر يعرض عليها تشتغل معاه لانه محتاجها زي ما كان باباه محتاجها، ومش هيقدر الصراحه يقوم تاني من غيرها. فبتعيط وبتوافق طبعا. وتاني يوم بقى بيروحوا هما الاتنين للشركه، ويا عيني مش بيبقوا عارفين يبداوا منين ولا يعملوا ايه. بس بالليل بيروح بونج لبيو وبيعرفوا انه يقدر يرجع القماش للشركه الايطاليه اللي استوردوها منهم، وهيطلع له ايه ربح منها قد كده. فبيقول له بيو هو بيساعده ليه، فوقتها بقى بيعرفوا بونج انه مش بيساعده اكيد، هو بس عايز ينفذ الكلمه اللي اداها للشركه الايطاليه ويرجع لهم القماش بتاعهم. ولكن وهو ماشي بيو بيعرض عليه يشتري شركته ويديله فلوس يعيش بيها هو وموظفينه، ويبعد بقى عن المجال ده تماما لانه هيفشل فيه. فبيقول له بونج انه متاكد انه عايز يشتري شركته علشان حاجه معينه هو لسه ما قدرش يوصل لها، ولكنه مش موافق يبيع له شركته علشان هو دلوقتي بيتعلم ازاي اصلا يطير زي باباه، وبعد ما يتعلم هيقدر يطير فوق قوي ويعديه هو شخصيا، وبيسيبه كده وبيمشي. بس لما بيرجع بقى شركته بيلاقي التليفون بيرن، فبيرد وبيلاقي اللي بيكلمه هو بي، وبيقول له ينزل يقابله دلوقتي. فبينزل له بونج وبيلاقي بي جاي له بعربيه كده صغيره، وبيقول له ان ده باقي القماش بتاعه، وبيعرفه ان في اليوم اللي ساب له الشحنه في الجراج كان عددها كبير قوي وكان فاضل الشويه دول في عربيته اصلا، فقرر ياخدهم معاه يخزنهم له لحد ما يسالوا عنهم ويجي بقى يديهم له. فخبر ان بيو نصب عليه في الشحنه انتشر بعدها، وده اللي خلاه يتصل بيه ويجيله بالشحنات بنفسه. فبيشكره بونج جدا لان بسببه قدر يلاقي طريقه يرجع بيها حقه من بيو. وبعد كام يوم بنشوفكو مسؤول المبيعات بتاع تيبون قاعد معاه مساعد بيو وبيسلموا عقد البيع بتاع الشركه الايطاليه واللي فيه حجم الشحنه هو 50,000 ياردة، ولازم يبقوا كاملين علشان الشركه توافق ترجعهم. وبيكون كو خان شركته القديمه علشان يستفيد بقى، وبيو طبعا يديله فلوس. ولكن بنعرف ان كو ما خانش الشركه ولا حاجه، وان من 3 ايام بونج وكو قعدوا علشان يدوروا على ثغره يبوظوا بيها صفقه القماش على بيو. وبنعرف ان حجم الشحنه الحقيقي هو 50,000 متر، والكميه اللي ناقصه ومع بونج هتخلي الشحنه 45,000 متر بس. فبيوصل بونج الفكره وهي انه يعمل عقد بيع ب50,000 ياردة، وده اللي بيعادل 45,000 متر، ودول اللي مع مين؟ مع بيو. ولكن في اللحظه دي بيلاقي كو داخل عليهم وبيهزق بونج لانه بيكون بعت حسابات التوفير لكل الموظفين في البريد، وبيقول
بيقول لبونج وقتها ان شويه الفكه اللي في الحساب دول هو مش عايزهم، بس بونج وأو بيفضلوا يضحكوا لان كو كده الشخص المثالي اللي هيقدر يضحك على بيو ويديله عقد بايظ. وبعد ما كو بيساعدهم بيشكروه قوي وبيقولوا له ان الفلوس اللي خدها منها من نصيبه، ولكنه بيعرفهم انهم محتاجين الفلوس اكتر منه وبيسيبهم الراجل الجدع ده وبيمشي. وبعد كام يوم ها بيروح لبيو وبيعرفوا ان الشركه الايطاليه رافضه تبعت لهم الفلوس بتاعتهم لان الشحنه ناقصه 5000 متر، فبيتعصب قوي لدرجه انه بيضرب راسها وبيعوره. ولكن في نفس الوقت بيلاقي السكرتيره بتاعته بتدخل له وبتقول له ان بونج وأو واقفين قدام شركته وعايزين يقابلوه. ولما بينزل لهم هو ورجالته وجون ابنه بيلاقوا بونج بيقول لهم انه عارف المشكله اللي هم فيها وهو دلوقتي جاي يساعد، وبيعرفهم ان اللي هم فيه ده هو السبب فيه، ومع ال 5000 متر قماش اللي الصفقه هو واقف عليهم. وبتدي أو وقتها عقد البيع لبيو وبيكونوا عايزين يبيعوا ال 5000 متر ب 22 مليون و480 الف وون، وده رقم يعني طبعا كبير. فبيعترض جون وبيقول انه كتير قوي، ولكن بونج كانه كان مستنيه ينطق بقى وبيقول له كده السعر زاد وبقى 33 مليون 720 الف وون، ولو حصل بقى اي اعتراض تاني المبلغ هيزيد الضعف. فبيقول له بيو انه مش عبيط يعني علشان يشتري منه باقي القماش بمبلغ اكبر من اللي هيكسبه في الصفقه كلها. فبيقول له بونج ان سمعته دلوقتي بقت واقفه على الصفقه دي، ولو حتى الصفقه خلصت وهو خسران هيبقى احسن منه يرجع في كلامه. فبيقتنع بيو بكلامه وبيقرر يشتري. فبيضحك بعدها بونج وبيستفزهم اكتر وبيقول ان التجاره حاجه مسليه قوي خصوصا لو شايفهم بالحاله دي. وتاني يوم بيروح لتشوي علشان يديله فلوسه وياخد عقد الايجار، ولما بيشوف المكان اللي هو بقى مضطر يعيش فيه بعد ما حالته يعني اتدهورت بيفهم ليه كان مستعجل ياخد فلوسه. المهم ان بونج بيجيب بوكيه ورد لتشوي مع الفلوس وبيتاسف له انه اتاخر عليه، ولكن تشوي وقتها بيحس بالذنب وبيجيب له اكل علشان يعني ياكل معاه، وبيتاسف وقتها ليه وبيقول له انه ما كانش خايف على نفسه، هو كان خايف على الموظفين لان دي فلوسهم وحرام. وبيرجع بقى بعدها لأو علشان يشوفوا هيشغلوا الفلوس اللي معاهم دي ازاي، وبيقرر وقتها ينزلوا البوسان علشان يقابلوا ران. فبتقول له أو وقتها ان ران كانت بتعزمه بشكل مش بجد يعني فمش لازم يروح، ولكن بونج بيبقى مصمم علشان يشوف هناك اي صفقه كده يخلصها. وفعلا بيروحوا سوا الاتنين وبتستقبلهم ران اللي اول ما بتشوف بونج بتجري عليه وبتقول له انه شبه ابوه جدا وهو اول حد تعزمه عندها ويجي فعلا، وده هيخليه في مكانه خاصه في قلبها. وبيعرف بونج بعد كده ان ران دي المسؤوله عن التجاره في بوسان كلها، ده غير شغلها يعني في تغيير العملات، ولان او شاطره جدا في الارقام وعد الفلوس يعني فبتاخدها ران لفه كده علشان تعرفها طبيعه شغل الفلوس اللي بجد عامل ازاي. وفي الوقت ده بونج بيلف في السوق علشان يشوف اي حاجه يتاجر له فيها لحد ما بيشوف واحد اسمه بارك وبيبقى فاتح كده محل صغير بيبيع فيه جزم امان، ودي جزم بتحمي اللي لابسها من اي حاجه. وعلشان بارك يثبت لبونج قد ايه الجزمه بتاعته فعاله بيحاول يقطعها ولا يخرمها او حتى يولع فيها ولكنها مش بتتاثر، وبيعرفوا بارك ان معاه براءه اختراع للجزم دي. فبيروح بونج معاه للمصنع بتاعه وبيعرف الخطوات اللي الجزم بتتعمل بيها. وبالليل بقى بيرجع بونج لأو وران وبيوريهم جزمه الامان وبيعرفهم انه اشترى من بارك ده عدد كبير منها بسعر 10,000 للواحده، ولو باعها ب50,000 بس يعني هيبقى كده في هامش ربح كبير. وبتبقى أو يا عيني مش داعمه ابدا في قراره ده لانه متهور الصراحه وحتى مضى العقد من غيرها، ولكن ران بقى اللي بتشجعه وبتقوله ان التاجر المغامر هو اللي بينجح، وبيبقى لازم بقى يرجعوا لسول وييجوا بوسان تاني علشان يستلموا البضاعه. بس لما بيرجع بونج لبيته بيلاقي فيه موظفين من البنك واقفين في البيت، وبيعرف من مامته ان البنك حجز على بيتهم ولازم يمشوا منه علشان طبعا هيتباع في مزاد علني، وبيطلبوا منهم يلموا حاجتهم المهمه وبس. ولكن في نفس الوقت بيدخل ناس عليهم ودول اللي ليهم فلوس عند كانج برضو وبياخدوا اي حاجه تقابلهم في وشهم، فبيبقى بونج يعني واقف مصدوم من اللي بيحصل في حياته ده. بس كويس ان هو ومامته بيقدروا يخرجوا من البيت اصلا ومعاهم هدومهم، ولان بقى ما عندهمش مكان يباتوا فيه فبيرجعوا للشركه وبيضطروا يباتوا في مكتب كانج. وبرغم ان بونج قدر يهدي مامته شويه وينيمها ولكنه هو اللي بيبقى قلقان وبيفضل يعيط من غير صوت لحد ما بينام هو كمان. وتاني يوم بقى لما أو بتروح الشركه وبتعرف ان بونج ومامته ما عندهمش اي مكان يعيشوا فيه الفتره دي بتصمم تاخدهم معاها وتديهم اوضه فاضيه في بيتها، وبتعرف أو اخواتها على بونج ومامته فعلا وبتقول لهم ان هم هيبقوا جيرانهم الفتره دي. وبتبقى مامة بونج في البدايه مش متعوده يعني على المستوى الحقير اللي أو عيلتها عايشين فيه ده، ولكنها بتضطر تستسلم للامر الواقع وتتكحرت، ولان ميهو برضو عارفه ان حالتهم الماديه مش كويسه قوي فبتضطر تشتغل شغلانه تانية وهي انها بتعدي على المطاعم وتسوق لمنتج مش معروف. ولكن الصدفه بتخليها تدخل للمطعم بتاع مو وبيبقى فيه 2 شاربين عمالين كده يضايقوا فيها وبيعدوا كلهم حدودهم معاها، فبيضطر مو يتدخل وبيضربهم هما الاتنين بالقلم، ولكنهم يعني علشان 2 والكتر
الخطرة تغلب الشجاعة فواحد بيمسكه والتاني بيضربه، وميهو يا عيني مش بتقدر تشوفه وهو بيتضرب كده فبتمسك واحد تنزل فيه ضرب وبتدي فرصة لمو بقى يضرب التاني، ولكن في الاخر وش مو بيتعور يا عيني فبتقعد ميهو معاه علشان تعالجه وبتشكره طبعا على الشهامة دي وبيتعرفوا على بعض. وتاني يوم بقى بنشوف او بونج وهم سوا في مطبخ الشركة بيعملوا قهوة، ولما المية بتغلي وكانت عايزة تمسك البراد وهو سخن وكانت هتلسع نفسها كده، بس بونج كان خايف قوي وبيحضنها علشان ما تعملش كده، وبنعرف ان تقريبا كده هما الاتنين بدأوا يحسوا بحاجة ناحية بعض. وفي يوم بقى بونج بيرجع الشركة متأخر وبيلاقي او نايمة ومتغطية وبراد المية بيبقى عمال يغلي، فبيفهم انها كانت بتعمل قهوة لنفسها وبيعمل لها قهوتها وبيروح يصحيها بالراحة كده علشان يديها لها، ولكنه بيلاقي او داخلة من باب الشركة وبتسأله هو بيعمل ايه في الوقت ده، فبيقول لها توطي صوتها علشان او تعبانة، ولكن بقى بعد كده بيستوعب انه بيكلم او نفسها فيعني بيتفزع وبيعرفوا ان اللي نايم ده يبقى بي، وبيبقوا مفكرينه راجع علشان يشتغل معاهم تاني بقى، ولكنه بيبقى راجع علشان مصلحته بس، لانه بدأ يجهز علشان اختبار التخليص الجمركي وبيبقى محتاج الكمبيوتر بتاع الشركة علشان يذاكر منه، وبيبقى كائن كده استغلالي قوي، فبتقول له انه هيدفع فلوس الكهرباء اللي هيستهلكها دي. وبيجي بقى اليوم اللي بونج يروح فيه مع ران علشان يستلم البضاعة بتاعته من بارك، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي مخزن بارك فاضي وما فيهوش البضاعة اللي شافها بعينه، فبيجري على المصنع فبيلاقيه مقفول، فبيكسر الباب وبيدخل وبيلاقي بارك يعني نايم جوه ومضروب كمان، فبيتأسف وقتها البونج وبيقوله انه كان مستلف فلوس من عصابة وللأسف معرفش يسددها، ولما باع له البضاعة دفع بالفلوس اللي خدها الدين اللي عليه، ولكن العصابة حطت عليه فوايد اكبر وسرقوا منه البضاعة كلها، فبيمسك بونج فيه وبيقوله اشمعنى اختاره هو علشان ينصب عليه كده، ولكن بارك بيقوله انه ما كانش مستقصده، هو بس اللي ظهر قصاده وكان محتاج اي حاجة تنجده، فيعني بينهار ومش بيبقى مصدق اللي حصل له ده ومش بيبقى عارف يقول له ايه اصلا، حتى لما بيرجع لمامته وبتسأله عن الصفقة بيقول لها ان كل حاجة ماشية زي الفل، ولكن مامته بتبقى عارفة ان الشغل صعب عليه وبتقوله انها موجودة ليه في اي وقت عايز يتكلم، فيعني بينهار ما بيصدق بقى وبيقول لها ان البضاعة الصراحة اتاخدت منه وهو واقع في مشكلة دلوقتي ومش عارف يحلها ازاي، فبتاخده بقى مامته في حضنها وبتحاول تهديه، ولما بيرجع البيت بتكون ران اتصلت بأوه وطلبت منها تهدى على بونج شوية، وبعدها بتتصل بيه هو وبتقوله ان هي تعرف رئيس العصابة اللي خد البضاعة وبتطلب منه يجي علشان يكلموه ويوصلوا سوا الحل، فبيروح لها فعلا وبيقابلوا رئيس العصابة ده، بس بونج بيقابل جون هناك وبيعرف ان في شغل بين بيو والعصابة دي، فجون مش بيقدر يفوت فرصة من غير ما يضايقه، ولما بيعرف ان العصابة دي خدت بضاعته بيفرح فيه قوي، بس بونج بيسيبه لانه بيشوف دم على الارض، فبيمشي ورا الدم ده لحد ما بيلاقي بارك مرمي على الارض ومش قادر يا عيني يقوم من الضرب، فبيروح جون وراه وبيستفزه اكتر لما بيفضل يضحك على شكل بارك كده، فبيروح بونج وقتها لرئيس العصابة وبيسأله بارك عليه كام ليهم، فبيقول ان عليه 50 مليون وون يعني 70 بالفوايد، فبيقول له بونج يخليهم 100 لانه هياخد البضاعة منه ويبيعها بالسعر ده ويديله كل فلوسه، فبيقول له رئيس العصابة انه موافق على كده وبيطلع عقد بالفلوس اللي على بونج وبضمان عينين الاتنين، وده علشان يخوفه يعني، وبيقول له انه لو معرفش يسدد الفلوس دي هو وبارك في خلال 3 شهور هياخد عينيه وهيسيبه عايش كده اعمى، ولكن بونج بيبهره بالجنون بتاعه وبيمسك الحبارة وبيحط ايديه كلها فيها وبيبصم بكف ايده وصوابعه الخمسة كلهم وكأنه يعني بيتحداه، وبتبقى ران واقفة مش مصدقة اللي بتشوفه ده، وبيطلع بقى بعدها بونج بره المكان وبيفضل يصرخ على الهبل اللي عمله ده، بس بيلاقي ران جاية وراه وهي ساندا بارك وبتقوله يساعدها، ولما بيوصلوا بارك البيت وبيسألهم هل علامات الضرب باينة في وشه، فبتقوله ران ان اللي جاي من اخر الشارع هيعرف انه اتعجن الصراحة، فبيبقى بارك مكسوف يدخل كده لبنته الصغيرة خصوصا انها تعبانة ولو قلقت عليه ممكن يحصل لها حاجة، فبتيجي البونج فكرة وهي انه بيخلي ران تعمل ميك اب خفيف لبارك وبيروحوا يشتروا له هدوم سانتا كلوز ويركبوا له دقن كمان ويلبسوه نضارة، وده لانهم في راس السنة وبالمرة يعني يفرحوا بنته، وبعدها بقى بيطلب بونج من ران طلب صغير ما تعرفش اوه على موضوع الدين اللي بقى عليه ده، وبعد كام يوم بونج واوه بيبقوا واقفين قدام الشركة وبيلاقوا البضاعة بتاعتهم جاية مع بارك وران طبعا، وبيعرفوهم انهم بقى معاهم 7000 زوج جزم وده رقم مش طبيعي يعني، بس بونج مش بيبقى عارف يقول لها هو اضطر يحطهم في الموقف ده ليه، وبنعرف بقى ان مامة بونج علشان تجيب فلوس لنفسها هي كمان اضطرت يعني تنزل تشتغل في مركز خياطة، وطبعا بتبقى فاشلة فيه، ست بقى ارستقراطية وكل شوية عيني كانت بتتعور كمان، بس صاحبة المركز بتتعاطف مع حالتها فبتقرر تعلمها وتصبر عليها اكتر، ولما مامة بونج بتخلص شغلها اخيرا بتلاقي بوم مستني وبيمسك ايديها المتعورة، فبتقوله مامة بونج ما يعرفش اي حد انها بتشتغل هنا وبتاخده على البيت علشان تعمل له غدا، وبتيجي فكرة بقى البونج وهي انه يصور فيديو ليه هو ومو وهم لابسين جزم الامان دي ويمشوا بيها على ازاز وحاجات مؤذية ويبين
وبيبينوا ان هم بخير. وفعلا بي بيساعدهم في تصوير الفيديو، وكمان بيعمل لهم مونتاج، وبيحطوا الفيديو ده في شرايط، وبتبقى مهمة بونج يوزع الشرايط دي كل يوم على الفنادق اللي بيبقى عارف كويس ان فيها رجال اعمال اجانب، وبتبقى محاولاته كلها فاشلة، واي رجل اعمال بيمسك الشريط بتاعه بيرميه في الزبالة. وده بيحصل يا عيني لمدة شهرين كاملين، لحد ما في يوم كده رجل اعمال امريكي شريف بيشوف الشريط ده وبيعرف انه من شركة استيراد، وبيشغل الشريط وبيشوفه في شركته، وبينبهر من اختراع جزمة الامان، وبينبهر اكتر بالفكرة اللي بونج وصل بيها. وايه، بينبهر من اختراع الجزمة، وبينبهر اكتر بالفكرة اللي بونج وصل بيها فكرة المنتج بتاعته، ماركتنج بقى. فبيتواصلوا معاهم، وبيروح بونج مع او علشان يتكلموا شوية عن المنتج، وبتبقى او يعني متوترة، فبيهديها بونج لان هي اصلا اللي هتتكلم. وبيبقى متفاجئ بعدها من او لانها بتعرف تتكلم انجليزي كويس قوي، والمقابلة بتخلص بشكل كويس، وبيبقوا مستنيين بقى الشركة تتواصل معاهم. وبنعرف بقى ان في الوقت ده علاقة مو وميهو اتطورت، وبقى يروح يقابلها بعد الشغل بتاعها لانهم اعترفوا بحبهم لبعض. ولكن المرة دي بيصمم مو يوصلها لحد بيتها، وفعلا بيعمل كده، ومش بيبقى متضايق ابدا من فكرة انها فقيرة كحيان، اصل هو كمان يعني مش مليونير. وتاني يوم بقى بنشوف بونج واو في الشركة وهم متوترين جدا لما الشركة بتتصل بيهم، ولكنهم بعدها بيقوموا يرقصوا من الفرحة لما بيعرفوا ان الشركة وافقت تشتري منهم الكمية كلها بالسعر اللي هم عايزينه. بس فرحتهم مش بتدوم، لانهم بيعرفوا ان شركة تيبون محطوطة على القائمة السوداء وممنوعين من التصدير. بس بونج وهو بيكلم مسؤول شركة الشحن بيلاقي جون خارج من مكتب صاحب الشركة، وبيقول ان هو ده بونج النصاب اللي كان بيكلموا عنه، ونصب عليهم في 5000 متر قماش. وبيكون جون هو اللي بيحاول يبوظ شغله كالعادة علشان عايز العصابة تاخد عينيه. بس لما بيرجع بونج مع ران وبارك بقى لمكتب ران بيلاقوا العصابة مستنياهم اصلا، وبيبقوا جايين يهددوه بعد ما عرفوا خبر انهم ممنوعين من التصدير. وبيقول رئيس العصابة لبونج انه متشوق قوي لليوم اللي هياخد فيه عينيه اللي بيبصلوا بيهم دول. ولكن للاسف او بتبقى واقفة وراهم وبتسمع الكلمتين دول، وكانت جاية قال ايه تعمل له مفاجأة. فبتسأل رئيس العصابة على اللي بيقوله ده بقى، فبيطلع العقد اللي معاه وبيعرفها ان بونج مراهن عينيه الاتنين على الصفقة اللي هتفشل دي، وفاضل له بس شهر واحد. فبتمشي او هي متضايقة جدا، وبيجري بونج وراها وبيقول لها انه كان هيعرف كل حاجة. فبتقول له انه مش معتبرهم شغالين سوا، واللي عمله ده بيهدد حياته. فبيقول لها الصراحة كده انه كان مضطر، وبيشرح لها انه عمل كده علشان ينقذ حياة بارك اللي لو مات بنته هتتبهدل. وبيقول لها ان اللي حصل حصل بقى ولازم يلاقوا حل والسلام. ولكن وهم ماشيين سوا بتجيلهم فكرة لما بيشوفوا سفن شحن السمك، ولما بيسألوا بيعرفوا انها ممكن توصل منتجهم للمكسيك، ومن هناك يقدروا يشحنوها لامريكا عادي جدا. فبيروحوا بقى لران وبيقولوا لها على فكرتهم، فبتقول لهم ان ده يعتبر تهريب، بس هي هتحاول علشانهم. ووقتها فعلا بتتواصل مع صاحب اكبر سفينة شحن في بوسان، واللي بالصدفة بيبقى صاحب كانج اصلا. فبيوافق بسرعة انه يخدم ابنه. بس افكار بونج مش بتخلص، وبيقرر يشحن الجزم في صناديق سلطعون، وبيبقى السلطعون على وش الصندوق علشان لو حصل يعني تفتيش ما يشوفوش الجزمة. وفعلا المرة دي اخيرا خطة الفقري بتنجح، وبيقدر يشحن المنتج بتاعه. بس فجأة بونج بيفضل باصص على او، وبيقول لها انه شكله كده معجب بيها ولا ايه، لان برغم انها متبهدلة لسه شايفها حلوة. فبتتكسف قوي وبتقول له انه اكيد تعبان ومحتاج ينام المحظوظة. وبعد كام يوم بقى بيستلم بونج فلوسه من الشركة اللي صدر لها الجزم، وبيروح يرميها في وش رئيس العصابة، وبياخد العقد اللي مضى عليه وبيمشي. ولما بيعرف ان بونج خرج من المشكلة اللي هو فيها والصفقة نجحت عادي بيتعصب جدا، وبيقول لابنه انه مش عارف يبقى في مستوى بونج ومش هيقدر يعمل معاه حاجة، وبيطرده كمان من مكتبه. وبالليل بقى بنشوف بونج وهو قاعد مع صاحبه سونج اللي لسه هربان، وبيحاول يرجع حياته لطبيعتها. وبيتأسف وقتها لبونج على انه ما قدرش يحضر جنازة باباه، فبيقول له بونج انه مقدر اللي هو فيه لان هو كمان عيلته فلست الصراحة. فبيضحكوا بقى هما الاتنين على حالهم المنيل ده. ولكن بقى بعدها سونج بيحكي له وبيقول له انه لقى شغل في مصنع، والشغل عبارة عن انه بيصنع خوذة مشهورة في امريكا واوروبا علشان بيستخدموها اللاعبين في لعبة البيسبول، وبتبقى خوذة بتحمي اللي لابسها من اي خبطة، وبتستحمل درجات عالية من الضغط. وبيدي سونج واحدة لبونج كهدية يعني، وكمان بونج بيكون جايب له جزمة امان هدية. فبيودعوا بعض بعدها وبيمشي بونج. بس لما سونج بيفتح الهدية بيلاقي في رزمة فلوس مع الجزمة، وبيبقى سايبها لسونج يعني بونج علشان يساعده في حياته وكده. بس المفاجأة بقى لما بونج بيشيل القماش اللي جوه الخوذة بيلاقي سونج سايب له فلوس برضه، ومعاه رسالة بيقول له ان ده اول قبض ليه ولازم يرد له الدين اللي عليه الاول. وتاني يوم بقى بونج بيقول لأون الخوذة دي هتبقى المنتج الجديد بتاعهم اللي هيتاجروا فيه. بس هما بيتكلموا بتدخل عليهم سيون وبتسلم عليهم، وبتبقى اشتغلت في شركة عصير وبتكون مهمتها تلف الشوارع وتوزع العصير ده. فبيسألها بونج عن كو، فبتعرفه ان مراته خلفت ابنه التاني وحالته المادية وحشة الصراحة لدرجة انه مش عارف يصرف عليهم
لهم ابدا. فبيعرف بونج هو عايش فين وبيروح يقابله، وبيقول انه محتاجه في شغل الصراحه وعايزه يبقى مسؤول المبيعات تاني زي زمان. وفعلا كو بيرجع تاني للشركه لانه مش بيبقى عنده اختيار تاني اصلا، وبيقدر يتواصل مع المصنع بتاع الخوذه وبيخليهم يجوا لهم الشركه، وبيوصلوا كده معاهم الاول لصفقه مبدئيه. وبيقرر بونج انه هيبيع الخوذه دي في تايلاند، وده لان تايلاند اقتصادها وقع قبل ما اقتصاد كوريا يقع اصلا، وده معناه ان هم هيقوموا قبليهم وهيبقوا عايزين يستوردوا منتجات كتير. فوقتها بيقول لهم بقى كو ان ده اقتراح كويس جدا، وده علشان عنده قريبه في تايلاند هيقدر يستقبلهم فتره لحد ما يلاقوا عميل يتعاقدوا معاه. وبنعرف ان مامة مو مسافره كمان، وطلب من بونج يجي يبات عنده كام يوم. ففعلا بونج بيوافق، وبيتصدم مو لما بيعرف ان بونج ساكن في نفس البيت مع ميهو، وبتبقى ميهو مكسوفه منه قوي وهو شايفها بهدوم البيت كده ومش مظبطه يعني شكلها. وبيتعرف بقى مو على عيله ميهو، وفي نص الليل كده بيسيب اوضته وبيطلع علشان يقابلها، بس بوم بيشوفهم وبيقول لاخته تدخل الاوضه لانه غيران بقى وحمش. وتاني يوم بقى بنشوف مامة بونج وهي محضره الفطار وبتفطر بوم اللي بقت تعتبره ابنها. وبنعرف ان بونج وكو قدروا يجهزوا جوازات السفر بتاعتهم علشان يستعدوا للسفر. وبعد كام يوم بيسافروا فعلا لتايلاند، وبيقابلوا قريب كو اللي بيبقى محضر لهم مكتب في شركته علشان يشتغلوا من عليه، وبيبقى مكتب صغير الصراحه ولكنهم بيبقوا محتاجين يعني اي حاجه فمش بيتشرطوا. وبيبقى قريب كو عايز يوديهم كمان حفله معينه هيبقى فيها بنت رجل اعمال، وتبقى دي فرصتهم بقى. فبيجهز كده بونج، ولما بيشوف وهي لابسه فستان بيفضل سرحان وهو كده بيضحك زي العبيط، وبيقول لها في الاخر انها جميله وبيلبسها اسوره اشتراها ليها مخصوص. المهم انهم بيروحوا بقى للحفله، وهناك بنت رجل الاعمال هي اللي بتيجي تتعرف على بونج اصلا ابننا وسيم برضه، وبتعرف وقتها ان عنده شركه تجاره، وبيبدا يكلمها شويه عن المنتج اللي جاي تايلاند مخصوص علشان يبيعه، وبتعجبها الفكره قوي وبتقوله ان هي هتكلم باباها عنه. بس خلينا بقى نرجع لميهو اللي بتخلص شغلها ومش بتلاقي مو مستنيها زي عادته، فبترجع بيتها وبتلاقيه بقى مستنيها هناك وشكله كده زعلان. فبتساله على اللي مزعله، فبيعرفها انه محتاج يتكلم مع حد. وبنعرف ان مامته مش مسافره ولكن حالتهم الماديه بتبوظ اكتر، واضطروا يبيعوا بيتهم، ومامته دلوقتي عايشه عند خالته، وكمان دلوقتي مضطرين يبيعوا المطعم. فبتحضنه ميهو وبتحاول تخليه يوقف عياط شويه. حلو قوي المسلسل ده، كلهم افقر من بعض. المهم بقى خلينا نروح لبونج دلوقتي، واللي للاسف بيحصل مشكله في الجمارك واغلب البضاعه اللي كانت معاهم بتتكسر، وسفرهم كده بيبقى على الفاضي والصفقه بتبوظ. ولكن بونج بيحاول يهديهم شويه، واللي لسه سليم من البضاعه بيقرر كو يفضل في تايلاند شويه يبيعهم يعني لمحلات تايلاند وما يطلعوش يعني خسرانين من كل حاجه. وبيرجع بونج وقول كوريا، وبيبقوا جايبين كده هدايا بسيطه لاهلهم اللي بيبقوا فرحانين قوي برجوعهم ده. ولكن اللي حصل ده بقى بيخلي الشركه في موقف وحش قوي، وبيبدا بونج يحسب الفلوس اللي معاه وبيكون مبلغ بسيط قوي. فبيقرر للاسف ينقل الشركه لمكان تاني لان مش معاهم فلوس يدفعوا ايجار المكتب اللي هم فيه ده، ولكنه بياخد عهد على نفسه انه هيرجع تاني لمكانه، وكل اللي محتاجه شويه وقت وبس. وتاني يوم بونج بيبقوا بيفطروا سوا على عربيه سندوتشات، وبيبقوا بيعاملوا بعض بمنتهى الحنيه وكانهم خلاص في علاقه، لدرجه ان صاحبه العربيه طبعا الاجمه دي بتبص لهم كده وهي بتضحك وبتبقى معجبه بعلاقتهم قوي. ولكن لما بيخلصوا اكل بونج بيقول لها ان طريق الشركه اتغير وبياخدها من طريق تاني، وبيعرفها انه الصراحه نقل مكتب الشركه للمطعم بتاع مو لانه قرر يدفع هو الايجار البسيط ده، وهو بالمره مو ما يخسرش مطعم مامته. وبيبقى مكان بسيط قوي، ولكن بونج بيقول لهم انهم محتاجين يحلوا المشاكل اللي عندهم الاول، بعد كده يرجعوا لمكانهم عادي. وعلى اخر اليوم بيكونوا قدروا يظبطوا كل المستندات والمكاتب، وبقى مكان يقدروا يسموه يعني شركه صغيره. وطبعا جون لما بيعرف اللي حصل ده بيبقى شمتان جدا. وبنعرف بقى ان عند مو اكيد مش هيقعد كده من غير شغل، وبيكون فعلا لقى شغل في سوق الهدوم، وبيبقى شغل متعب قوي ولكن ما عندوش اي اختيار تاني. ولكن بقى في اول يوم شغل ليه بيرجع البيت وهو معاه هدوم كتيره قوي بيوزعها عليهم كلهم، وكمان بيعمل لهم العشاء لانه بيبقى شاطر قوي في الطبخ، وبيقدر يقرب من عيله ميهو جدا خصوصا جدتها اللي بقت تستلطفه. اما بونج بقى فبيقرر يفضل سهران في الشركه علشان يشوف حاجه في دفاتر الحسابات، ولكنه بيكتشف حاجه غريبه، وهي ان في صفحه من دفتر حسابات سنه 1989 مقطوعه. فبيبقى حاسس كده ان الموضوع ده فيه وفي نفس الوقت بنشوف بيو وهو ماسك سيون وبمنتهى العنف بيشدها على العربيه وبيسالها فين سند الدين، وبنعرف ان هي دي الورقه المقطوعه، وهي نفسها الحاجه اللي بيو كان عايز كانج يقول له على مكانها قبل ما يموت على طول. فبيستنوا ساعتها بقى لما بونج بيمشي من الشركه، وبيروح بيو مع سيون وبيقلبوا في دفاتر الشركه ولكنهم برضو مش بيلاقوا حاجه. فبيقولوا وقتها لسيون ما تنساش الفلوس اللي خدتها منه، ولو ما ساعدتهوش هيدمر حياتها هي وابنها. وبنعرف ان في يوم جنازه كانج مساعد بيو ضغط على سيون علشان يعني ظروفها الماديه، واستغل ان جوزها برضو خسر شغله وابنهم محتاج فلوس علشان يكمل دراسته، وكانت طول الفتره اللي فاتت عباره عن جاسوسه ليه علشان
علشان تدور له على سند الدين ده. المهم ان في يوم بتروح سيون زيارة لمكتب الشركة الجديد وبتسلم على زمايلها، ولكن هدفها اللي بجد تعرف اي حاجة عن السند، ولان الشركة محتاجة اي صفقة تشتغل فيها فبيروح بونج وبي لمكان اسمه مؤسسة المشتريات العامة، وده مكان بيحصل فيه اغلب الصفقات في اي حاجة ممكن اي حد يتخيلها، ولكن يعني بنظام حكومي، وبتبقى زي وسيط بين الموردين والمستوردين الاجانب. وبالصدفة بونج بيقدر يدخل لاجتماع شركتين فرنسية وافريقية علشان بيبقوا عايزين يبنوا مستشفيات ومدارس في افريقيا، وبيبقوا محتاجين يستوردوا حاجتهم من كوريا، وبيبقى في مجموعة شركات كورية موجودة فعلا علشان يختاروا هيوردوا ايه، ولكن بونج بيلاقي ان مفيش حد عايز يصدر جلافزات العمليات الجراحية، فبيقرر بقى ينط في الفرصة دي وبيرجع لشركته وبيعرفهم ان هم هيعملوا صفقة جلافزات جراحية. ولكن طبعا الفقريين بتوعنا مش بيبقى معاهم لا فلوس ولا مصدر يجيبوه يعملوا معاه صفقة الجلافزات دي، فبيبقوا كده محتاجين جوان لانه كان صاحب خبرة وهيفيدهم في الموضوع ده، وبيبقوا عايزين يعني يرجعوه تاني للشغل. وبنعرف بقى ان في الوقت ده مامة مو اضطرت تشتغل عاملة نظافة في المول اللي ميهو شغالة فيه، وبتبقى عارفاها من الشغل ولكنها ما تعرفش انها حبيبة ابنها. وفعلا بقى في الشركة بينجحوا يرجعوا جوان تاني، وبيقول لهم ان ده موضوع بسيط، المهم ان طلب مشاركتهم وقبول صفقتهم يتقبل. فبيروح بونج وأو وبيملوا استمارة المشاركة وتقريبا مش بيبقى في اي مشكلة، ولكن جون بيظهر في الاوقات اللي ما ينفعش يظهر فيها، ولما بيعرف ان بونج هيشارك بالجلافزات الجراحية بيقرر يضايقه، وبدل بقى ما المستفز كان هيشارك بصفقة عصير برتقال ملهاش اي 30 لازمة بيقرر يورد جلافزات زي بونج. ولان في شركتين عايزين يوردوا نفس المنتج بيبقى كده مضطرين يدخلوا مناقصة، واللي هيقدر يوصل لسعر صفقة اقل من التاني هو اللي هيكسب المناقصة والصفقة. وفي يوم بونج بيروح مع موظفين شركته علشان يتعشوا سوا، وبتقابلهم سيون وبتقعد معاهم، ولكن بيشربوا كتير في القعدة دي، وبما ان بونج وأو بيروحوا مع بعض فبونج مش بيقدر يسيطر على نفسه وبيعترف لأو بحبه ليها، وحتى لو حبه ليها من طرف واحد هو راضي ومش هيقدر يبطل يحبها، فبتبقى أو فرحانة قوي باللي بتسمعه ده. وخلينا بقى دلوقتي نرجع لمامة مو اللي بتروح زيارة للمطعم بتاعها، وابنها مو بيبقى هناك، فبتطمن عليه لان بقالها كتير ما شافتهوش، وبتعرف انه عايش مع بونج ولكن ساعات بيبات في المطعم. ولكن وهي بترتب حاجته بتشوف صورته مع ميهو، فبتروح تقول له انفصل عنها، وده لانها فقيره، فبيقول لها مو ان هم كمان فقراء ومفلسين ومش من حقها تعمل كده. ولكن اول ما مامته بتسيبه وبتمشي شويه بيركز وبيسال نفسه هي ازاي عرفت اسمها وانها فقيره اصلا. وتاني يوم بقى بنعرف ان جون ده مضى عقد مع شركه اسمها بليز ايجلز، ودول مستحكرين السوق الكوري في مجال الجلافزات، وده معناه ان بونج ابننا ما عندوش فرصه في اي صفقه ولازم يستورد من بره، وهو طبعا مش هيقدر على الثمن. بس بونج بيقدر بقى يلاقي حل، وعرف ان اصلا لو استورد من مصنع اجنبي هيبقى اوفر بكتير منه يشتري من شركه محليه زي اللوكال براندز كده عندنا. المهم يعني المصنع اللي بيختاره بيبقى في ماليزيا، والمره دي اللي هيروح يخلص الصفقه هيبقى باي، فبيسافر باي وبيفضل يفاصل مع صاحب المصنع علشان ياخد منه صفقه الجلافزات بسعر اقل. ولكن بقى لما بيجي يوم المناقصه ولانهم مش عارفين سعر الصفقه بتاعتهم اصلا مش بيقدروا يملوا اي حاجه في ورقه المناقصه غير لما باي يتواصل معاهم، وبيبدا التايمر بتاع المناقصه، وجون بيملى ورقته في اول دقيقه بمبلغ 433 مليون و444 الف. بس بونج بيفضل قاعد هادي ومستني اللحظه اللي هيكتب فيها سعر الصفقه، لحد ما في اخر 5 دقايق بيدخل كو وبيعرف بونج سعر الصفقه بطريقه كده سريه وبيقولها له بطريقه الاكواد، فبيفك بونج الكود وبسرعه بيكتبه وبيجري علشان يسلم الورقه. وبعد شويه نتيجه المناقصه بتطلع وبيعرفوا ان بونج هو اللي كسب، لان باي قدر يخلص الصفقه على 428 مليون 580 الف. فبيحتفل بونج بقى مع زمايله وبيمشوا وبيسيبوا جون كده هيموت من الغيظ. وخلينا دلوقتي نروح لمامة مو اللي بتصمم على رايها، وبتتكلم مع ميهو المره دي وبتعرفها انها مامة مو، وبتطلب منها تبعد عن ابنها لانها تطلب منه يسيبها لانها فقيره والفقر معدي، وهي مش عايزه ابنها يفضل عايش حياته في مأساة ويشيل مسؤوليه عيلتها كمان. بس مو وقتها بيشوفهم وبيقول لمامته ما تتدخلش في حياته بقى، ولو هي فاكره نفسها احسن من ميهو فده مش بجد، لان اصلا فلوس ايجار المطعم اللي بيدفعها هو بونج، وبونج ده عايش في بيت ميهو، وده معناه ان حالها المادي هو احسن واحد فيهم كلهم. وبيعرف ميهو انه هيفضل يحبها وتنسى تماما كلام مامته ده، وبياخدها وبيمشوا. وطبعا الكلام ده بيجرح مامته قوي اللي بتمشي في الشارع بعدها وهي بتعيط على حالهم. وبنروح بقى لبيو وبنشوفه وهو نازل ضرب في جون لانه خسر فلوس بسبب صفقه الجلافزات اللي اشترى بيها كل الكميه اللي في السوق، وفي الاخر اصلا خسر المناقصه وبونج اللي كسب، وكالعاده بيهزقه وبيقول له ان بونج اشطر منه ويا ريته كان ربع شطارته. فبيتضايق جون قوي بقى وبيروح لسيون وبيستغل انها جاسوسه ابوه وبيعرف منها مكان المخزن اللي هم مخزنين فيه صفقه الجلافزات، وفعلا بتقول له. وطبعا جون مش بيضيع وقته وبيروح علشان يبوظ كل اللي بونج عمله، بس المره دي بيعدي كل الحدود، وفي الوقت اللي بيروح فيه للمخزن بتبقى لوحدها فيه، فبيقدر يولع في جزء من البضاعه ويخرج من المخزن من غير ما هي تشوفه،
وبيقفل المخزن من بره بحديده بحيث ان حتى ما تقدرش تهرب بروحها. بس بونج بقى الحمد لله كان بيجيب حاجه، ولما بيرجع للمخزن بيلاقيه بيولع كده، فبيجري علشان يلحقها، وفعلا بيقدر يشيل الحديده دي ويدخل لها. فبيلاقيها وقتها فاقده الوعي بسبب الدخان اللي اتنفسته، فبيشيلها وبيجري بيها على المستشفى، ومش بيهدى ويرتاح غير لما بيشوفها كويسه. ولما جدتها بقى بتعرف اللي حصل ده بتروح لها المستشفى طبعا، ومن قلقها بتفضل تزعق له وبتقول له انه السبب، بس لما بتهدى يعني بتتاسف له وبتطلب منه يخلي باله بس من حفيدتها، لانها لاحظت انها بدات تضحك من تاني من وقت ما شافته، وبتترجاه ينسيها كل المعاناه اللي شافتها وهي صغيره. فبيمسك بونج ايد الجده وبيقول لها ما تقلقش ابدا وهي معاه، لانهم بقوا عيله واحده خلاص. وبتروح بقى سيون لجون وبتبقى عايزه تفضحه على اللي عمله ده، ولكنه بيقول لها ان مفيش دليل عليه، ولو هي فضحته هيقول انها كانت شريكته. وبتبقى كده صفقه الجلافزات كلها باظت، لان حتى لما اتحرقش منها ريحته بتبقى دخان، وده غير صالح للعمليات ابدا. فبيروح وقتها بونج بقى لمؤسسه المشتريات العامه دي علشان يعرفهم وضعه، ولكن بيتقال له انه لو ما قدرش يوفر الصفقه في وقت التسليم المحدد هيعتبروه منسحب، والشركه التانيه اللي خسرت المناقصه هتبقى مكانه. بس تقريبا بونج بيكون اتعود على الصدمات خلاص، فبيروح يعمل بوكيه ورد وبيرجع لأول بتكون رجعت بيتها، وبعد اللي عمله معاها وتضحيته بنفسه علشانها اتاكدت انه فعلا بيحبها، فخدت البوكيه منه ومسكت ايديه وبتقول له يدخل كمان علشان ياكل. وبعد الاكل بقى بيخرجوا هما الاتنين علشان يقعدوا سوا شويه، وبيفضلوا يتكلموا في الشغل. وبتتاسف اول بونج علشان لو كانت يعني خدت بالها من الحريق ما كانش انتشر وكل الصفقه باظت كده. فبينزل بونج على ركبته وبيقول لها ان هما لو خيروه 1000 مره ما بين ان الصفقه تبوظ وهي تبقى كويسه هيختار الصفقه، لا هيختارها هي يعني. فبتقرر بقى تعترف له بمشاعرها هي كمان اخيرا، وبتقول له انها بتحبه، فطبعا ما بيصدق يعني وبيزقطط. وبنروح بقى لمو اللي بالصدفه بيشوف ميهو قدام مطعمه مع واحد في الشارع وبتبقى شاربه، فبيروح يزق الراجل ده وبيبعده عنها، ولكن بيعرف ان الراجل ده كان بس بيساعدها لانها كانت شاربه ومش في وعيها. وعشان بقى زي ما قلنا شاربه ومش في وعيها بتتخانق معاه وبتقول له انها بتحبه بس كلام مامته كان جارح قوي فهي مش قادره تكمل معاه. ولكن بنعرف ان مامة مو برضو من زعلها كانت بتشرب في مكان جنبهم، ولما بتشوفهم كده بيتخانقوا بتقول لهم ان ده غلط على علاقتهم خصوصا في البدايه، وبتاخد مو وميهو بيدخلوا للمطعم علشان يتعشوا سوا. وفي نص الاكل كده بتتاسف لها على اللي قالته، وبتقول ان التغير اللي حصل في حياتها خلاها متوتره دايما وما كانش يعني تقصد اللي قالته الصراحه، وعلشان تعرفها انها بتحبها وحما كويسه ومتقبلاها بتديها البيضه بتاعتها بتضحي. وفي محاولات بقى في انها تلاقي مورد جلافزات جراحيه بيقول لها تاجر ان موضوع حريقه المخازن بتاعتهم انتشرت في كل حته، وبيعرفها ان شركه بيو اشترت كل كميه الجلافزات الجراحيه وسحبتها من السوق. ولما بونج بيعرف كده بيتاكد ان هم السبب في الحريقه، فبيروح لمخزن بيو بيلاقي الجلافزات عنده فعلا، فبيقول له جون ان مش من حقه يفتش في المخزن بتاعهم. فبيساله بونج هل هو اللي حرق المخزن بتاعه علشان ياخد بس الصفقه، فبيقول له جون ان ده اتهام باطل من غير اي دليل. فبيقول له بونج وقتها انه مش بيتهمه لانه متاكد انه مجنون، بس مستحيل يوصل للدرجه دي من الحقاره، وبيترجاه بعد كده يديله الكميه اللي معاه لان من غيرها شركته هتتقفل. فبيقول له جون انه هيديها له ولكن بشرط ينحني له ويترجاه بصوت عالي كمان. ففعلا بونج بيعمل كده، فبيضحك جون عليه وبيقول له انه مهما عمل برضه مش هيساعده وهيحب يشوف حياته بتتدمر اكتر. فيعني بقى بيروح بونج علشان يشرب وهو في قمه يأسه، وبيجي له مو علشان يقعد معاه ويهون عليه، ولكن مو بيعرف بونج ان في حاجه غريبه حصلت نسي يقول له عليها، وهي ان اليوم اللي مو اتخانق فيه مع مامته وبات في المطعم شاف سيون في نص الليل وهي بتقلب في دفاتر الشركه. فبيربط بونج كل حاجه ببعض وبيتاكد ان في حد بيقلب في دفاتر الشركه لانه بيرتبهم بنفسه، ولكن تاني يوم بيلاقيهم متلخبطين. فبيرجع على المطعم في وقت متاخر وفعلا بيلاقي المطعم مفتوح وسيون بتقلب في دفاتر الشركه. فبيشغل بونج النور وبيسالها بتعمل ايه هنا، فسيون لما بتلاقي نفسها اتكشفت بتكمل تقليب وبتقول له يسيبها في حالها بقى. فبيزعق لها بونج وبيقول لها ترد عليه، فبتقول له انه اكيد خباه وبتترجاه يقول لها على مكانه علشان بيو مش هيرحمها وهيأذيها هي وعيلتها. فبيقول لها بونج انه مش فاهم هي بتتكلم عن ايه اصلا، فبتقول له بقى انها بتتكلم على سند الدين، وبتعرفه ان باباه كان مسلف بيو فلوس كتير والورقه اللي تثبت ده ضاعت اصلا وبيو بيدور عليها علشان خطر عليه. فبيقول لها بونج انه مش مصدق ان بيو قدر يرشيها، فبتقول له انه فعلا قدر، وكمان يوم جنازه باباه لانها كانت محتاجه فلوس وده غصب عنها لانها كانت محتاجه فلوس يعني لعيلتها وبس. فبيقول لها وقتها انها حتى مش حاسه بالاسف ناحيه ابوه، فبتقول له سيون يفوق بقى ويبطل يمسك في الماضي لان هم اللي عايشين دلوقتي وفي حاجات اهم بكتير، وبتطلب منه لو معاه السند يديه لبيو والا هيأذيهم كلهم علشان بس ياخدوا. وتاني يوم بتروح للشركه وبتلاقي بونج قاعد وكل حاجه متبهدله حواليه، فبتساله هو ايه اللي حصل، فبيقول لها بقى انه هيحكي لها بس بعدين، المهم دلوقتي يروح يخلص صفقه الجلافزات. وبيروح لبيو وبيقتحم مكتبه تاني وبيقول له انه عارف اللي كان بيعمله في ظهره، وبيقول له انه سيون مش هيشوفها تاني والاحسن ليه يبعد عنها، وبيقول له كمان انه جاي علشان يديه
يديله صفقة جلافزات الجراحة اللي معاه. فبيقول له بيو انه مش معاه فلوس علشان يشتريها منه. فبونج بيقول له انه كده كده بابا دافع له حق الصفقة دي، وبيعرفه وقتها ان معاه سند الدين اللي بيدور هو عليه وبفوايده كمان علشان هو ما دفعش اللي عليه في ميعاده. يبقى كده المبنى بتاع شركته كله بالمكتب اللي هو قاعد عليه بتاعه هو. وطبعا بقى وقتها بيتعصب بيو وبيهجم على بونج وبيقول له يلزم حدوده بقى ويعرفه هو عايز ايه. فبيقول له انه هياخد صفقة الجلافزات الجراحية مقابل انه ما يطالبوش بفلوس سند الدين، ومجرد ما صفقة الجلافزات تخلص ويقبض فلوسها هيديله السند. فبيسأله بيو لو السند مش معاه وطلع بيكذب عليه هيحصل ايه. فبيقول له بونج وقتها ان السند لو ما ظهرش في الوقت اللي هيحددوه هيتنازل عن شركته تماما، وعلشان بيو يضمن حقه بيتكتب عقد ضمان باللي حصل بينهم ده وبالتاريخ كمان المفروض يعني بونج يسلم فيه السند. بس قبل ما بونج بيمشي بقى بيقول لبيو انه بيعمل كل ده علشان يسترد كرامته لان ابنه حرق له المخزن وخطف منه الصفقة. وفي الوقت اللي بونج بيستلم فيه الصفقة من مخازن بيو بيروح جون وهو متعصب جدا وبيبقى عايز يعرف هو ايه اللي بيحصل ده. فبتهجم عليه وبتضربه بالقلم وبتقول له انه واحد حقير وكان هيموتها لما ولع في المخزن، وبتاخد بعدها بونج وبتبعد علشان تتكلم معاه وبتقول له انها قابلت سيون وعرفت منها كل حاجة عن السند وانها خانتهم. فبيعرفها بونج الصفقة اللي عملها مع بيو وانهم في اقرب وقت لازم يدوروا على السند. وطبعا فرحة الصفقة بتروح بسبب سيون اللي طلعت خاينة، والفريق كله بيبقى مش طايقها وبيقطعوا طبعا علاقتهم بيها. فبيقول لها بونج بقى انها لو اعتذرت هتحل كل حاجة. فبتعاند وبتقول ان حتى الاسف مش هيفرق معاهم لانها شايفة ان اللي عملته صح ومصلحتها الصراحة اهم من شركته الفاشلة دي. فبيقول لها بونج بقى ان هي على الاقل لازم تتأسف لباباه اللي كلهم فاكرينه وهي الوحيدة اللي نسيته. فوقتها اخيرا بتحس على دمها بس بتخرج من الشركة وبتمشي وهي بتعيط. وبالليل بقى بيروح جون لباباه وبيقول له هو ليه ادى الجلافزات لبونج. فبيضربه بالاقلام على وشه وبيقول له انه لو ما كانش حرق مخزن الواد ما كانش اضطر يحطه في الموقف ده، وبيفضل يقارنه بيه وبيقول انه كان بيتمنى ابن زي بونج ده مش زيه. فبيتعصب جون بقى لحد ما بيمسك جايزة من جوائز باباه وبيضربه على دماغه مرتين فبيوقعه على الارض وهو بينزف. وبياخده بعد كده وبينقله المخزن من المخازن بتاعتهم وبيتاكد انه لسه عايش. فبيربطه وبيقول له يستناه لحد ما يرجع له بقى ويخليه فخور بيه المره دي وبيقفل عليه. وبما ان اخر صفقه لبونج بتنجح وبياخد فلوسها فبيقدر يرجع شركته تاني للمكتب القديم وبيسيب مطعم مو. بس ده بيبقى في نفس اليوم اللي بونج المفروض يروح يدي السند لبيو. فبتروح معاه علشان يوصلوا مع بيو الحل لان السند مش موجود لسه. ولكن لما بونج بيروحوا لشركه بيو مش بيلاقوه، وبيلاقوا جون قاعد مع رجل اعمال اجنبي اسمه مارك وكانوا بيمضوا عقد سوا. وبيعرف بونج ان جون بقى الرئيس التنفيذي الجديد، ولكن بونج بيقول له انه كلامه مع باباه مش معاه اصلا. وعلشان يثبت انه جه لبيو وهو اللي ما كانش موجود بياخد قلم كده مش بيتمسح وبيكتب على الحيطه التاريخ والساعه اللي جاله فيهم وبيمشي بقى. وبيرجع هو لمكتب الشركه القديم وبيحتفلوا مع باقي الفريق بالانجاز بتاعهم ده. ولكن فجاه الفرحه بتقلب بمشكله وبيلاقوا بي بيعيط وبيطلب منهم المساعده، وده لان بيكون جاله مكالمه من شغل باباه وعرف ان باباه واقف على سطح المصنع بتاعه وعايز يخلص على نفسه، وده لانه مديون ب 30 مليون وون ولو ما دفعهمش هيبقى مجبر يبيع المصنع كله ويعلن افلاسه، وطبعا مش مع الفلوس. المهم كلهم بيروحوا على مصنع الراجل وبيشوفوا الناس كلها متجمعين تحت ومش عارفين يتصرفوا ازاي. فبونج بيعرف من بي ان في سلم طوارئ يقدروا يطلعوا بيه للسطح ده، بس بيبقى سلم خطير جدا واساسا بي بيخاف من المرتفعات. فبيقول له بونج وقتها انه يطلع هو ويلحقه، وبيعرفوا انهم عيله واحده ولازم يتدخل ولو وقع من على السلم يطلب له بقى الاسعاف. ولكن بيقدر بونج يطلع للسطح من غير ما يحصل له حاجه. وبيعرف بابا بي انه صاحب ابنه ومديره في الشركه اللي شغال فيها. فبيقول له وقتها الراجل انه مش عارف يسدد الديون اللي عليه، وبرغم انه مش بيقبض عماله ولكن لقاهم مجمعين فلوس ليه علشان يسددوا الفلوس. وساعتها حس انه مدير فاشل قوي وما ينفعش يفضل عايش اصلا، وبموته بقى كل المشاكل هتخلص وعيلته مش هتتبهدل. فوقتها بيقول له بونج ان اللي بيحصل له هو نفس اللي حصل لباباه، ولكن باباه مات بسبب الضغط اللي عليه وبالتالي كل المشاكل وقعت على دماغه هو. وبدل ما يستسلم قرر يتعب لاخر نفس فيه علشان بس يقوم الشركه من تاني. وفي الوقت اللي بونج كان بيتكلم فيه بيقرب من بابا بي وبيحضنه من ظهره وبيقول له انه لو عايز يعمل حاجه ينقذ بيها عيلته وخصوصا بي هتبقى هي انه يفضل كويس وبس. وبيعرفوا انه مشتاق لباباه قوي ونفسه بس يحضنه نفس الحضن اللي هو حضنه ليه دلوقتي. فطبعا يعني بينهار بابا بي من العياط، وفي اللحظه دي بيقدروا يكسروا باب السطح وبيدخل بقى بي لباباه وبيحضنه كمان وبيقول له ما يعملش كده تاني لانه مش هيقدر يستحمل فراقه اصلا. وبالليل بنشوف جون وهو داخل لباباه بيقول له انه مضى عقد شراكه مع شركه اجنبيه، وبيساله هو ايه اللي بينه وبين بونج علشان يجي يقابله ويكتب على الحيطه انه جاله وهو اللي ما كانش موجود. فبيسكت بيو مش بيبقى عايز يقول، فبيقلب
بيقلب جون في جيوبه لحد ما بيلاقي العقد اللي بيه يقدر ياخد شركة تيبون من بونج ويحرق قلبه. وتاني يوم بيروح بونج وفريقه لمصنع باباه واللي بيبقى متخصص في مجال التكنولوجيا، وبيعرف بونج ان بابا بيه معاه اكتر من براءة اختراع، وبيبقى مخترع حاجات مميزة جدا زي كاميرا مراقبة، روبوت بيتتبع الصور وبيصور الحاجات اللي بتعمل صوته بس. ووقتها ده كان اختراع جبار. فبيقرر بونج يعمل صفقة مع بابا بيه علشان يشتري منه منتجات ويبيعها في صفقته الجاية، وهو كلهم يستفادوا. وبيبقى بس فاضل ان بونج يمضي على العقد ده في شركته علشان الصفقة تتم. ولكن في اليوم اللي بتخلص فيه العقد وبيبقى واقف على الامضة، بيقتحم جون الشركة وبيقلب الدنيا وبيقول انها بقت شركته. فبيتوتر بونج وبيشد جون من هدومه وبيدخله مكتبه وبيقول ان باباه هو اللي خلف بميعاد العقد اللي بينهم. فجون بيستفزه وبيقول له يثبت ده. فبيتعصب بونج قوي، ولكن جون بيقول له يمضي استقالته بهدوء بقى والا هيطرد كل موظفين وراه ويبقى بقى اذاهم بنفسه. فبيضطر الراجل يمضي فعلا الاستمارة. هو بيبقى جون عايزه يسيب منصبه في نفس الثانية، وساعتها بتبقى الساعة 4:57 دقيقة. فبيقول له بونج انه هيخليها 5 بالظبط لانه بيحب النظام. فبيتريق جون عليه وبيقول له مضطر يستحمل غلاسته دي، بس دي مش بتبقى غلاسة لان بونج بيخطف ختم الشركة وبيجري على عقد صفقة الأجهزة بتاعت بابا بي وبيمضي على العقد وبيختمه. وبيقول لجون انه مغفل وضحك عليه ومضى العقد قبل 5، وكده الشركة مجبرة تدفع فلوس الصفقة لبابا بي. والاخر ثانية بونج بيبقى مدير بيفكر في موظفين اهو، وبيتأسف لهم بعدها وهو بيعيط لان ده اخر يوم ليه في الشركة فعلا ولازم يسيبهم. فبيعيطوا بقى كلهم، وجون حتى مش بيديهم فرصة للزعل ده وبيتريق على كده. ولما بتخلص شغلها اخيرا لانها لسه موظفة في تيبون وبترجع لبيتها، بتقابل بونج هناك فبتحضنه وبتقول له ان هم اكيد هيلاقوا حل. ولان بونج ما ينفعش يقعد من غير شغل، فبابا بي بيرد له الجميل وبيشغله عنده في شركته. بس بتيجي مكالمة لبونج وبيعرف ان بابا بي مش عارف يدفع الدين اللي عليه في البنك. فبيروح له بسرعة وبيعرف ان البنك قفل قبل ساعة من الميعاد اللي المفروض يقفل فيه، ولو بابا بي ما دفعش الفلوس اللي عليه الحكومة بشكل تلقائي هتعتبره بيعلن افلاسه والمصنع هيتباع في مزاد علني. وكمان بيعرف بونج بعد كده ان جون اللي عامل كده، وده علشان يضايقه طبعا ويعرفوا ان اي حد هيحاول بس يساعده هيتأذي منه. وتاني يوم بقى بيجي مسؤول من المحكمة علشان يحجز على المصنع ويقيموه علشان يجهز للمزاد. وبيبقى جون والمستثمر الجديد مارك جايين بيتفرجوا على اللي بيحصل بقى وميتين من الضحك. وبيتمشى مارك في المصنع شوية وبيشوف الاختراعات بتاعت بابا بي. وبيشوف وقتها بونج مارك ده مع فريق من رجال الاعمال الاجانب بيقول لهم ان خطتهم ماشية صح. فبيرجع لفريقه وقتها وبيقول لهم ان في حاجة جون ومارك بيخططوا ليها لازم يعرفوها، واكيد هتبقى مكتوبة في العقد اللي كانوا بيمضوه سوا. ولان جون كان عايز يستهزأ بجوان شوية، خلاه فرد امن على بوابة شركته الاساسية، بس ما كانش يعرف انه هيبقى المفتاح اللي يدخل بونج وزمايله للشركة. وفعلا بيدخلوا الشركة بالليل وهي فاضية وبيقلبوا مكتب جون علشان يعرفوا اي حاجة عن عقده مع مارك ده. بس بونج بيشوف لوحة المكتب اللي عليها اسم بابا بونج موجودة في مكتبه، وشكله كان واخدها من تيبون كنوع من الاستهزاء. المهم ان فرد امن بيشوف بونج وبيبلغ عن اقتحامهم للشركة، فبيحاولوا يهربوا وبيلاقوا سيون في طريقهم وبيعرفوا انها بتحاول تساعدهم في خطتهم ضد جون. ولكن بيجي فرد الامن ده وبيبقى عايز يضرب بس بونج بيضربه طبعا. فبيجي فرد امن تاني مع عصايه وبيبقى عايز يضرب بونج بقى، ولكن بونج بيحمي نفسه بلوحة المكتب بتاعت باباه والضربة بتيجي فيها. فبيتدخل وبينقذهم وبيهربوا كلهم من الشركة وهم معاهم كده شوية ورق. ولان سيون ما عرفتش تساعدهم فبتقرر تمشي لانها برضو حاسة انهم زعلانين منها. بس بيقوم بونج علشان يتكلم معاها، ولكن فجأة لوحة المكتب بتاعت باباه بتتقطم نصين وبيلاقي جواها ورقة وبيعرف ان ده هو سند الدين اللي كانوا بيدوروا عليه واللي كان قدامهم طول الوقت واللي بيه هيقدروا يندموا جون. فبيعيطوا كلهم وبيحضنوا بعض وبيروحوا بقى كلهم على شركة تيبون وبيقعدوا يتعشوا سوا رامن. وبيفضي بونج بنفسه طبق لسيون وبيعرفها انهم سامحوها علشان محاولتها في انها تساعدهم، وبيقول لها كمان انه مبسوط قوي برجوعها ده. وبعدها بيقوموا علشان يشوفوا الورق اللي سرقوه وبيعرفوا ان شركة مارك اخترعت جهاز يقدروا يحطوا عليه مسلسلات واغاني وبيبقى بحجم كف الايد. ولكن كانت المشكلة انه بعد استخدام نص ساعة الجهاز ده بيسخن وبتبقى درجة حرارته 45. وعلشان كده مارك كان عايز اختراع من اختراعات بابا بي واللي كانت عبارة عن مروحة صغيرة يقدر يركبها في ظهر جهازه وتحل مشكلته. ولكنه كان طماع وعايز براءة الاختراع تبقى شركته منفردة بفكرة الجهاز ويحقق نجاح اكبر لوحده. والصفقة اللي بينه وبين جون كانت عبارة عن ان جون يخلي مصنع بابا بي يفلس علشان يتباع في مزاد بكل اللي فيه، ومارك بقى يشتريه بسعر رخيص قوي وساعتها ياخد نسبته واللي بيبقى رقم كبير جدا. وعلشان كده بونج بيفكر في فكرة وهي انه يبوظ الشغل اللي بين مارك وجون وبالمرة يرجع المصنع تاني لبابا بي. فبيعمل شركة وهمية وبيشارك في المزاد بتاع المصنع، وكمان بيخلي الراجل يدي براءة الاختراع بتاعته
بتاعته لكل منافسينه علشان ما تبقاش نادرة وسعرها يبقى رخيص قوي. وفي يوم المزاد على المصنع بيطلب بونج من جوان انه يأخر جون وما يخرجهوش من الشركة بسهولة، وده اللي جوان بيعمله فعلا. وفي نفس الوقت ده بقى بونج بيقدر يروح يقابل مارك في المحكمة اللي هيتعمل فيها المزاد، وبيوريه خبر في الجورنال بيقول ان بي يتخلى عن براءة اختراع المروحة الصغيرة، وبينصحه يشتري المصنع بسعر رخيص لانه عارف جون كويس وهو عارف ان براءة الاختراع اتسربت وهيبقى عايز يعني ينصب عليه. وبيقدر بونج فعلا يلعب في دماغ مارك، ولما المزاد بقى بيبدأ بيحدد مارك سعره وهو 10,000 وون، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي بونج مشتريه ب 30 مليون وون، ودي اساسا الفلوس اللي بابا بي كان المفروض يدفعها علشان مصنعه يفضل معاه. وبعد المزاد بارك بيتكلم مع بونج وبيسأله هو ليه اشترى المصنع بالسعر ده مع انه ما يساويش ال 10,000 حتى، فبيقول له بونج ان دي اصلا فلوس صاحب المصنع كان لازم يدفعها علشان يسد الديون اللي عليه ويرجع له تاني، انما بقى المروحه اللي هو عايزها بقت خلاص متاحه في كل المصانع. فبيبقى جون متعصب قوي ان المصنع كده راح منه ومارك ما قدرش يعمل اي حاجه. وفي الوقت ده بونج بيبقى بيحتفل مع بابا بي وموظفينه وفريقه من تيبون برجوع المصنع يعني. حتى مارك بيفسخ العقد اللي بينه وبين جون وبيقول له انه ما قدرش يوفر له احتكار المروحه اللي كان عايزها، فبالتالي مش هيديله النسبه اللي اتفقوا عليها. فبيقرر بقى جون ينتقم من بونج وبيقرر يقفل شركته تماما. بس لما بونج بيعرف بيروح له عند الشركه وبيضربه وبيقول له انه مش هيسمح للشركه دي انها تتباع لانها بتاعته وهو سارقها منه، وبيسيبه وبيقول لفريقه يمشوا بقى لان وراهم شغل كتير قوي لما الشركه ترجع لهم. وتاني يوم بيروح جون لباباه وبيخليه يبصم بالعافيه على عقد صفقه ضخمه جدا، وبيقول له انه هيعمل اللي هو ما قدرش يعمله بنفسه، ولكن بيو بيبقى عارف كويس ان الصفقه دي هتفشل. المهم ان هان بيبقى متعاون مع جون ده في اللي بيعملوه في بيو، وبيقول جون لهان يخلص موضوع نقل باباه ده وبيبقى عايز ينقله لمستشفى علشان يموت هناك بهدوء ومحدش يعرف عنه حاجه. ولكن من حظه ان جوان كان بيراقبهم وبيعرف انهم خاطفين الراجل، وعلشان كده في اليوم اللي بيو بيتنقل فيه بونج بيقف بعربيته قدام العربيه اللي بيو فيها وبيقدر يهربه، وبنشوفهم هما الاتنين قاعدين على الرصيف جنب بعض، وبيدي بونج السند لبيو وبيقول له انه كده خلص اللي عليه من اتفاق اللي بينهم. ولكنه بيبقى عايز يعرف ليه برغم ان كان معاه فلوس ما كانش عايز يرد لباباه الفلوس والفوائد اللي عليه. فبيقول له بيو وقتها انه مسؤول عن 350 شخص عندهم 350 اسره، ولو كان دفع الفلوس دي كان فعلا هيفلس هو. فوقتها بيقول له بونج انه مش هيطالبوا بالفلوس دي علشان شركته ما تتقفلش وال 350 اسره يتاذوا يعني، ولكنه علشان طيب هيسمح له يرجع لشركته من غير اي مشاكل مقابل يشتري بس شركه تيبون ويديها له والمشاكل اللي بينهم تنتهي بقى. ولما بيرجع جون لشركته بيتصدم لما بيلاقي باباه قاعد على مكتبه وبيبقى مبلغ الشرطه ان جون وهان خطفوه، وكمان مزورين عقود كتير ببصمه صباعه، يعني قضيتين هيقعدوهم في السجن فتره كويسه. فبيعيط وقتها جون وبيقول له ما يعملش في كده لانه بس كان عايز يثبت له انه اشطر من بونج. بس بيو بقى وقتها بيقول له انه للاسف الخساره اللي حصلت دي حصلت له هو كأب لانه فعلا خسر ابنه وبيحضنه لاخر مره وبيسيبه للشرطه. وبنشوف وقتها بونج وهو داخل لشركته تاني، بس المره دي بيبقى معاه لوحه مكتب باسمه وبيبقى لابس بدله حمراء احتفالا برجوع الشركه. وبنعرف ان ظروف مو الماديه بقت احسن كتير، وبيجي هو ومامته لجده موهي وبيتقدموا بشكل رسمي. فبتوافق بقى جدتها وبتطلب من مو يخلي باله من حفيدتها وما يزعلهاش ابدا. وبنشوف وقتها بونج وهو بيدور مع مامته لشقه ليهم، بس مامته بتقول له يصبر شويه ويفضلوا عايشين في بيت او لحد ما يكسب فلوس اكتر ويشتروا بيت اكبر، لانها بصراحه كده اتعودت ومش هتقدر تعيش من غير الجده وبوم. فبيضحك بونج وبيقول لها انه موافق وبالمره يعني حبيبته او تعيش معاه. وبعد 3 سنين بنشوف مذيع بيعمل لقاء تلفزيوني عن شركه تيبون تاني، وبرضه بتبقى بسبب انها في الفتره اللي فاتت دي كانت اكبر وانجح شركه استيراد في كوريا كلها وساهمت كتير قوي في الاقتصاد الكوري. وبيكون بونج قدر يكبر الشركه اكتر وبقى فيها موظفين كتار كلهم بيحبوه، لانه مش بس كمل مسيره باباه الناجحه في التجاره ولكنه كمان بقى رئيس محبوب وبيهتم بموظفينه زيه بالظبط، وبيبقى من جواه عارف انه ما كانش ابدا هيقدر يوصل لاي حاجه من اللي وصل لها دي غير مساعده حبيبته وباقي الفريق. طبعا بصراحه ما كنتش حاسه ان البطل والبطله لايقين على بعض، بس يعني مع المسلسل حسيت انه تمام الموضوع شغال.